ازيكم يا احلى متابعين؟ ودلوقتي هبدأ معاكم رواية حلوة جدا ان شاء الله هتعجبكم بقلم الكاتبة رويدة عرفة. يلا نبدأ الحكاية، بس قبل ما نبدأ يا ريت كده ما ننساش نعمل اشتراك للقناة ونفعل زر الجرس، وطبعا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. حكاية باسم حين خانها القلب. ويلا نبدأ بقى الحكاية عشان ما اطولش عليكم. كريم، ها البت معاك النهاردة ولا لأ؟ عيب عليك يا ابن الكيلاني، لما اقولك حاجة لازم بعملها وبنفذها. سيد بفرحة، يعني افهم من كده ان المقبرة خلاص هتتفتح النهاردة وهنطلع منها الذهب والماس؟ يلا بسرعة بقى يا آسر هاتها، انا مش قادر استنى اكتر من كده. آسر، بس كده ثانية واحدة وهكون عندك. ونروح في الصعيد. كان بيت بيسكن بداخله الأب الرفاعي الحسيني ومعاه 4 أولاد. الأكبر جلال، التاني منصور، التالت عمر، الرابع يوسف. وبطلة الرواية بتاعتنا روان، البنت الصغيرة الدلوعة، أم سمير الخادمة اللي ربت روان بعد وفاة مامتها. ويلا بقى نعرف بقى الأحداث. روان أول ما دخلت طلعت تجري على باباها. شفت يا باي؟ شفت أنا جبت كام؟ رفاعي بيفتح ايده. تعالي يا حبيبتي، تعالي في حضني، جبت كام؟ يا ريت تكون خلاص جبت الكلية اللي كان نفسك فيها تدخليها من زمان. هدخل الطب البشري. تعرف يا بوي قد ايه انا بحب الاطفال. وانا بحبك يا بنتي وفخور بيكي. الف الف مبروك يا بنتي، انا عارف انك قدها وقدود يا حبيبتي. في التوقيت ده بيدخل جلال اخوها الكبير وهو غضبان جدا. جرى يا بوي، ايه الكلام الفاضي ده؟ انت موافق ان هي تكمل تعليمها؟ وفيها ايه يا ولدي؟ خليها تتعلم وتنفعنا وتنفع ناسها وتنفع نفسيها كمان. منصور الاخ التاني. ايه يا بوي، جلال كلامه صح، ما ينفعش ان هي تكمل تعليمها وتسافر كمان. واه واه يا ولاد، ومين اللي قال ان هي هتسافر؟ عاد هي هتخليها هنا. عمر الأخ التالت. على فكرة يا بوي، الكلية اللي هي بتتكلم عليها دي مش موجودة هنا، كلية الطب في مصر. رفاعي قام بالهيبة بتاعته. مش فاهم الكلام اللي انتوا بتقولوه. عاوزين تقولوا ان الكلية مش موجودة هنا في بلدنا دي كلها مفيش كلية الطب فيها؟ لا يا بوي مفيش. جلال راح ناحية باباه وهو زهقان جدا. جرى ايه يا باي؟ ما انا عمال افهم فيك من بدري وانت مش فاهمني. لا يا روان يا بنتي، انا خاف عليكي من السفر. لا، شوفي حاجة غير اللي انت بتقولي عليه ده. داني ماليش غيرك يا روان. روان بدموع. يعني ايه عاد؟ ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ مش هتخلوني اسافر واكمل تعليمي هناك؟ كلكم بتحددوا عليا. لا يا بوي، حبوس يدك يا بوي، خليني اسافر وانا هرفع راسك وراس البلد كلها. عمر كان طيب مع روان. اهدي يا حبيبتي، بلاش دموعك وعياطك، اخواتك خايفين عليكي، صدقيني يا روان. روان جريت عليه ومسكت ايديه. حبوس يدك يا عمر، انت عارف ان انا من زمان نفسي اطلع دكتورة ودكتورة اطفال، وتعبت وشقيت عشان خاطر اجيب المجموع وخلاص جبته. فاكر يا اخوي لما كنت بحكي لك؟ فاكر لما كنت بتذاكر لي فوق السطح وكنت بتشجعني؟ وانت كمان بتقولي ان انا هطلع احسن دكتورة، فاكر ولا نسيت؟ عمر نزل راسه تحت وقال بحزن. فاكر يا خيتي، بس انا خايف عليكي، اخواتك كمان خايفين. روان جريت على ابوها. ابوي ما تخافش. لازم توافق يا ابوي، انت لو وافقت هم كلهم هيسكتوا. انا هقعد مع ولاد خالتي في مصر، مش هكون لوحدي يعني، ما تخافش. بس يا بنتي. جلال بغضب. جرى يا بوي، هو انت لسه هتقول لها بس؟ خلاص كلام الفاضي ده خلاص ما عندناش فايدة. بتنتي، ما عندناش بنات بتسافر، ما عندناش بنات بتبات برا البيت. الهدوء عام في المكان، كل واحد مستني رد فعل الحاج الرفاعي. الرفاعي بصوت تقيل. خلاص كفاية لحد كده. الكل سكت. الرفاعي وهو بيبص الروان. لو عاوزة يا بنت تسافري سافري، أنا موافق تسافري بس بشرط. الصدمة نزلت على اخواتها. جلال بعصبية. يعني يا بوي ازاي توافق ان هي تسافر؟
منصور بعدم تصديق: انت بتتكلم بجد ولا ايه يا بوي؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مش هتسافر. الرفاعي صوته عالي: انا قلت كلمتي وخلاص، ولحد هنا وكفايه، انا لسه عايش. بص الروان تاني: بس المره دي بشرطي يا روان، هتسافري بشرطي. قول اللي انت عايزه وانا هوافق عليه يا بوي. اولا هتقعدي فعلا مع ولاد خالتك، مفيش خروج لوحدك. ثانيا دراستك وبس، مفيش هزار ولا صحاب ولا اي حاجة من الكلام ده. سكت لحظة وبص لعينيها: بص يا بنتي، لو غلطت غلطة واحدة ترجع الصعيد فورا، مفيش رجوع تاني القاهرة. روان بسرعة من غير تفكير: موافقة على كل الكلام اللي انت بتقول يا بوي، ربنا ما يحرمني منك ابدا. جلال بسخرية: موافقة؟ انت مش فاهمة يا بنت، انت داخلة على ايه؟ الرفاعي بص ليه بحدية: خلاص يا جلال، القرار انا خدته خلاص والكلام انتهى. روان جريت على ابوها وحضنته بقوة. روان بدموع فرحة: ربنا يخليك لي يا باي، انا مش هخذلك ابدا، هجيلك بالشهادة تعلقها، وهفتح العيادة وهنفع الناس، وساعتها الكل هيحكي ويتحاكى عليك وعلى بنتك اللي هترفع راسك. رفاعي خدها في حضنه وهو بيعيط: خلي بالك على نفسك يا بنتي، الدنيا بره مش زي هنا. في صباح يوم جديد ام سمير كانت عماله بتعيط: خلي بالك على نفسك يا بنتي. في ايه؟ عادي يا جماعه، في ايه؟ عمال تعيطوا وانا هموت ولا ايه؟ ده هي شهر واحد وهكون هنا. مالك يا ام سمير؟ ما تعيطيش، عشان انت لما بتعيطي انا بعيط كمان. الرفاعي قرب منها: خلي بالك على نفسك يا بنتي، ما تنسيش اللي انا قلتلك عليه. روان: ما تخافش يا بوي، ما تخافش، صدقني كل كلامك على راسي من فوق. عمر مسك الشنطة: يلا يا روان، يلا عشان القطر يا خيتي، يلا عشان القطر هيفوتك، هتتأخري، يلا بينا. سلمت عليهم ومشيت. وبعد مرور وقت في محطة القطر، عمر ركبها القطر وحط الشنطة وقال: مع السلامة يا دكتورة، مع السلامة يا روان، أنا معاك يا خيتي، مش هسيبك، ما تخافيش. أول ما توصلي طمنيني عليكي. حاضر يا حبيبي، مع السلامة، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وبعد مرور أيام وبالتحديد في القاهرة، سهام: خلي بالك على نفسك يا حبيبتي، ما تخافيش عليا يا خالتي. أدهم: يلا بينا يا روان، السواق مستني تحت. حاضر يا أدهم، جاي اهو. أدهم ابن خالتها عنده 19 سنة. روان نزلت بسرعة وهي فرحانة جدا، رايحة الكلية اللي كانت بتحلم بيها من زمان، من أيام الطفولة. نزلت وركبت العربية وكانت بتبص من الشباك وهي بتتفرج على جمال مصر. وبعد مرور دقايق السواق: الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عمو. صوت العربيات والزحمة مختلفة تماما عن اللي هي كانت عايشة فيه. نزلت روان من العربية وبتبص حواليها باندهاش: يواه، ايه ده فعلا ابوي كان عنده حق، ده الدنيا هنا مختلفة خالص غير اللي احنا كنا عايشين فيه. في الجامعة كانت ماشية متوترة جدا، بتبص حواليها يمين وشمال، وفجأة خبطت في حد وهي ماشية. روان بتوتر: آسفة ما خدتش بالي. آسر بابتسام هادية: ولا يهمك يا أنسة، ما حصلش حاجة. روان رفعت عينيها بتبصله وسكتت مش عارفة تقول ايه. كانت واقفة قدام شاب طويل ملامحه هادية وعينيه فيها حاجة غريبة، نظرته مش مفهومة. آسر كان بيبص من فوق لتحت وقال: أول يوم ليكي النهاردة عندنا هنا ولا إيه؟ أول يوم. شكلك خايفة، باين عليكي. واضح عليا كده. لا مش خايفة، أنا حلوة أهو. كلنا كنا كده على فكرة، ده أول يوم يعني. أنا آسر وأنا روان. في اللحظة دي آسر ابتسم، بس الابتسامة ما كانتش بريئة خالص. وبعد مرور ساعات روان دخلت السكشن وكانت قاعدة لوحدها منعزلة. راحت عندها ريم مدت ايديها وقالت لها: انا ريم زميلتك هنا، واخدة بالي منك ان انتي قاعدة لوحدك، يعني ايه رأيك نكون اصحاب؟ روان بفرحة وارتياح: طبعا انا موافقة. انتي السعودية صح؟ الواضح من اللهجة بتاعتك. ايوه يا حبيبتي، انا من الصعيد. بجد من جوه الصعيد في ناس كده متفتحة وبتعلم أولادها. أنا بجد مش مصدقة أبدا اللي أنا بسمعه. روان بضيق واضح
ليه مالهم بقى الصعايدة؟ ده احنا احسن ناس، حتى دمنا حامي، مش زي الناس اللي هنا بتلزق في بعضيها. ولا ايه يا ست ريم؟ ريم ساعتها خدت بالها ان روان اتعصبت واتضايقت. لا يا حبيبتي، انت فهمتيني غلط، انا ما اقصدش حاجه، دول الصعايده دول احسن ناس، واهلنا كمان وناسنا وشرف لينا. انا بجد يعني كنت عاوزه افهم ان في هناك متفتحين كده وبيسفروا ولادهم، اذا كان هنا في مصر في ناس لا ما بيرضوش برضو. وانا بصراحه كده كنت متخيله ان الصعايده مش متفتحين قوي كده. لا، مش قوي كده يا اختي، متفتحين، بيودوا ولادهم وبيعلموهم وكل حاجه، والدليل ان انا بتكلم معاك هنا. خلاص ماشي، احنا هنكون احلى صحاب ان شاء الله يا ريم. بعد شويه ايام روان بدات تتعود على المكان، بس في حاجه واحده بس اللي كانت شغله تفكيرها. آسر كانت قاعده في الكافيتيريا وسرحانه وبتفكر. صوت التليفون قطع تفكيرها، وكان اللي بيتصل ساعتها عمر اخوها. عمر سلم عليها وبدأ يسألها: اخبارك ايه؟ انت عامله ايه يا روان؟ بس لاحظ ان صوتها متغير. مالك يا روان؟ اتكلمي وقولي. مالك يا حبيبتي؟ ايه صوتك مش عاجبني؟ روان بتوتر: مفيش حاجه، عادي يعني. لا، ازاي مفيش حاجه؟ هتخبي على عمر عاد ولا ايه؟ قولي في ايه؟ سكتت شويه. بصراحه يا عمر، انا اتعرفت على حد هنا. هنا؟ يعني ايه يا روان؟ حد مين؟ حد معايا في الجامعة، عادي يعني. خلي بالك يا روان، انت من الصعيد، اقطعي الكلام معاه فورا، خليكي مركزة في الدراسة بتاعتك وبس، وما تنسيش شرط ابوكي، لو غلطتي هترجعي الصعيد ومش هتروحي هناك تاني، مستقبلك كله هيروح. ماني فاهمة يا عمر، ما تقلقش، مع السلامة يا عمر. قفلت التليفون، بس في حاجة جواها وإحساس بيكبر كل يوم. في نفس الوقت آسر كان واقف بعيد بيراقبها. كريم صاحبه وهو واقف جنبه: ايه، هي دي البت اللي انت قلت عليها؟ ايوه هي، شكلها لقطة، الواضح ان هي بنت ناس، وشكلها كده خام على الاخر. ايوه يا ابني، بنت ناس، مش بنت ناس وبس، ده كنز ولازم هاخده. كريم ضحك: يلا يا عم بقى شد حيلك اما نشوف. سيبها، هي اللي هتجيلي لحد عندي برجليها. ازاي يعني؟ انت ناسي المدة ولا ايه؟ لا يا سيدي مش ناسي، لسه قدامنا 10 شهور، ما تقلقش يا كريم. تاني يوم روان كانت ماشية لوحدها، وفجأة آسر وقف قدامها. ايه كل مرة كده بتخبطي فيا؟ ايه مخدتيش بالك المرة دي برضو؟ روان اتكسفت: لا ابدا، بس المرة دي انت اللي جيت ناحيتي، انت اللي وقفت قدامي. عادي يعني، قلت يمكن تايهة ولا عاوزة حاجة كده ولا كده. روان ابتسمت شوية: طب ممكن تعديني؟ هعديك يا ستي. طب تعالي اوصلك المحاضرة. ليه ان شاء الله؟ مش هعرف اروح لوحدي، سيبني اروح. يا بنتي وانا هخطفك ولا ايه؟ يلا احنا جوه الكلية. روان ضحكت ومشيت معاه، ومن يوم بعد يوم بقى يستناها ويشرح ليها ويضحك معاها ويقرب منها خطوة بخطوة. روان وقعت في حبه من غير ما تاخد بالها. بعد أسبوعين روان بابتسامة: انت بجد مختلف عن اي حد قابلته قبل كده، انا اصلا ما قابلتش حد. آسر هو بيبص ليها: اهو ودي برضه اول مرة اقابل حد زيك، بريء وطيب. روان بصت ليه بحب وإعجاب وصدقت الكلام بتاعه. في نفس اللحظة كريم كان بيبص عليها من بعيد وبيضحك بسخرية ويقول لنفسه: وقعت محدش سمع عليها. في المساء في بيت سهام خالتها: سهام، يلا يا روان يا بنتي، يلا يا حبيبتي عشان تتعشي. روان كانت تايهة ومش سامعة أي حاجة من الكلام اللي خالتها بتقوله. سهام بقلق: روان يا بنتي، يلا يا روان، يلا يا حبيبتي عشان تتعشي. اتخضت: ها؟ كنت بتقولي حاجة يا خالتي؟ مالك يا روان؟ بقالك كام يوم كده في حاجة مش مظبوطة فيك يا بنتي، مش مركزة. مالك يا حبيبتي؟ اتكلمي وقولي. انت بنتي ما ينفعش تخبي عليا، امك ماتت وانتي صغيرة، وكان نفسي اخدك واربيكي، بس ابوكي مرضاش، بس الحمد لله كبرتي وجيتي برضو تعيشي معايا. كلمي وقولي يا حبيبتي، ما تخبيش عليا، فيكي حاجة؟
روان ابتسمت. ابدا يا خالتي، مفيش اي حاجة، بس كنت خايفة شوية. خايفة؟ خايفة من ايه؟ في ايه يا حبيبتي؟ اتكلمي واحكي. خايفة من ايه؟ مش عارفة يا خالتي، خايفة اتكلم. اتكلمي وقولي يا روان، انا خالتك وزي امك. انا امك يا ستي، انا زي امك بالظبط. اتكلمي وقولي، خايفة من ايه؟ حاسة يا خالتي ان انا داخلة على حاجة كبيرة قوي، حاجة انا مش فاهماها. ده طبيعي يا روان، اول مرة تبعدي عن بيتك واهلك، وبعدين مسافة طويلة ما بيننا وما بين الصعيد، اكيد لازم تخافي، حتى يا ستي لو مع خالتك. اقولك قربي من ربنا، مفيش حاجة هتخوفك. قومي اتودي وصلي ركعتين قضاء حاجة، وادعي ربنا، وان شاء الله ربنا هيقضيلك كل حاجاتك وهيسهلها لك. روان هزت براسها وهي بتحاول تطمن نفسها. عندك حق يا خالتي، لازم اقرب شوية كمان من ربنا، انا بقالي فترة وانا بعيد عنه. وقامت اتوضت وصلت وبدأت تدعي، لكن الإحساس اللي جواها ما كانش بيروح، بالعكس كان بيكبر كل يوم عن التاني، لأنها كانت سايبة نفسها برضو للشيطان. في مكان مهجور، كريم كان واقف وبيولع السيجارة. ايه الأخبار؟ قربت منك ولا لسه؟ كل حاجة ماشية زي ما أنا عاوز واكتر كمان يا سيدي، خلاص هانت، كلها أيام. يعني البنت وثقت فيك؟ في الجامعة، روان كانت قاعدة مستنية آسر، قلبها بيدق بسرعة أول ما شافته داخل عليها. آسر بابتسامة: وحشتيني يا روان. إيه، انت لسه يعني شايفني امبارح، ازاي هكون وحشتك؟ بس اليوم بيعدي من غيرك صعب قوي يا روان. روان ساعتها قلبها دق بسرعة ومعرفتش ترد، لكن فجأة ريم شدت روان من ايديها بعيد وقالت لها بصوت واطي وخايف: روان ابعدي عنه، الواد ده ما ينفعكيش. ليه كده يا ريم؟ ده طيب قوي. طيب ايه؟ انا شفته قبل كده. مش هنا هحكيلك بعدين. روان ساعتها قلبها بدأ يدق. يعني ايه؟ ريم بصت حواليها بخوف. مش وقت قلتلك، بس خدي بالك، آسر مش زي ما انتي متخيلة ابدا. آسر ده تعبان، خلي بالك منه. سيد باستغراب: ايه يا آسر مالك واقف كده نازل عمال تحرق في سجاير؟ كريم بيبص وبيشاور على ريم وروان. سيد بعد ما فهم: ايه يا عم عادي يعني، واحدة وصاحبتها، ايه الجريمة في كده؟ ضربه ساعتها على راسه ضربة خفيفة. لا يا سيدي، مش واحدة وصاحبتها وخلاص. اللي اقول يا سيد، هي دماغك دي ايه، بطيخة؟ يا عم فكر شوية. سيد عمال بيهرش في دماغه. اه انت شايف كده؟ انت يا ابني. ولسه هيكمل كلامه قطعه آسر وقال: هس، مش عاوز اسمع اي صوت حد فيكم، يلا ما تفهمنا يا جدع، في ايه بالظبط؟ كريم اتكلم: البت اللي اسمها ريم دي عارفة ان آسر ليه في الدجل وشافته قبل كده، واكيد هي دلوقتي هتقول لها على كل حاجة. طب وايه الحل دلوقتي؟ انا هكلم روان وهعرف كل حاجة منها. ماشي يا آسر، اهدى بس شوية كده. بس انت لو سألتها هتشك فيك اكتر. اسكت انت يا سيد، انا عارف هتكلم واقول ايه، انا عارف هقول ايه بالظبط. اما بقى عند روان، روان كانت باصه لريم بقلق وقالت بخوف: انت خوفتيني بجد، انت بتقولي ايه يا ريم؟ يعني انت شفتيه قبل كده؟ ريم بلعت رقها: انا شفته في مكان غريب قوي، مكان كل الناس بتعمل فيه اعمال، دجل وشعوذه وقرف. ده بجد؟ ايوه بجد. ريم قبل ما تكمل كلامها لمحت آسر واقف وبيبص ليهم. سكتت فجأة بتوتر. ريم باستغراب: مالك سكتي كده ليه؟ احكي لي ايه اللي حصل بالظبط، اتكلمي وقولي، وشك اتخطف كده ليه؟ ولا حاجة، هكملك بعدين، بس خدي بالك منه، بالله عليكي خلي بالك على نفسك. وبعد مرور وقت، آسر كان واقف وعينيه كلها غضب مكتوم. كريم بيبص ليه، واضح انها بدأت تشك. آسر بصوت واطي ومرعب: مفيش حد يشك فيا ويعيش، انت عارف كويس انا ممكن اعمل فيه ايه. اهدى بس كده يا صاحبي، دي واحدة صاحبتها مش اكتر من كده، ما تعرفش حاجة يعني. بقولك شافتني قبل كده، ودي اول غلطة ولازم تتعاقب عشان ما تكررهاش تاني.
بعد المحاضرة روان كانت ماشية وفجأة آسر وقف قدامها. رايحة فين من غير ما تقوليلي كده؟ ها؟ عادي عادي، ما خدتش بالي، أنا ماشية. مالك يا روان؟ حاسك متغيرة شوية. لا عادي، مفيش حاجة. آسر بص ليها بصة كلها تركيز وخوف في نفس الوقت. انت متأكدة؟ متأكدة. روان أنا بحس بيكي، ولو في حاجة مضايقاكي لازم تتكلمي وتقولي. هو أنا زعلتك في حاجة؟ طب قولي، قولي يا ستي وأنا مش هزعل منك أبدا. يمكن أنا زعلتك من غير أقصد. أنا آسف يا ست البنات. سكتت لحظة. هو أنت تعرف ريم قبل كده؟ عيونه اتغيرت لثانية. مين ريم دي؟ مين اللي انت بتتكلمي عليها؟ صاحبتي، صاحبتي اللي كانت واقفة معايا دلوقتي. وانت يعني شايفاني مركز قوي؟ دي أول مرة أشوفها. عادي يعني، واحدة واقفة معاكي مش لازم أركز فيها. بصت لي بتوتر، قلبها بيقول إن في حاجة غلط، بس برضو مش قادرة أتأكد ده. وبعدين قالت طيب ها، أنا لازم أمشي دلوقتي، أنا اتأخرت. وكده خالتي هتقلق عليا. استني اوصلك. لا مش هينفع، مش هينفع، قلتلك قبل كده. ابتسم. تمام، زي ما تحبي يا روان. في المساء ريم كانت رايحة بيتها والشارع كان هادي بس بشكل غريب. فجأة حست ان في حد بيمشي وراها. مشيت بسرعة رهيبة، الصوت بدأ يقرب منها أكتر، قلبها بدأ يدق. فجأة إيد شدتها بقوة من ورا وغمى عينيها وحط إيده على بقها. المجهول بصوت واطي. أنا مش قلتلك قبل كده تبعدي؟ ليه ما سمعتيش الكلام؟ ريم بخوف. آه، سيبني. فضلت تتحرك يمين وشمال وهي بتقول سيبني، وكان صوتها مكتوم، محدش كان سامعها. شال ايده من على بقها. تعوز مني ايه؟ عاوز مني ايه؟ وحاجة ايه اللي انا اتدخلت فيها؟ انتي عارفة عملتي ايه كويس. تعاليلي بقى. يا ترى ايه اللي هيحصل بالظبط في الحلقة الجاية؟ والشخص المجهول هيعمل ايه في ريم؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله. ومستنية رأيكم في الكومنتات. قولولي مين هو الشخص اللي كان بيعمل معاه كده؟ يا ترى آسر ولا مين؟ ويا ترى هيقتلها ولا لأ؟ وروان هتعرف الحقيقة برضو ولا لأ؟ وهو آسر هيحبها فعلا من قلبه وهيطرد كل التخطيط اللي موجود في راسه ويعيش معاها حياة هادية؟ كل ده ان شاء الله هنشوفه وهنتابعه في الحلقة التانية. تابعوني باللايك والاشتراك وان انتوا تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا سلام. السلام عليكم يا احلى متابعين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. ودلوقتي هنبدأ مع بعض الحلقة التانية من رواية حين خانها القلب للكاتبة رويدة عرفة. بس يا ريت قبل ما نبدأ الحكاية نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونكتب أحلى ذكر احنا دايما بنحب نقوله ونردده عشان انتوا تاخدوا الثواب وانا كمان اخد الثواب معاكم. نبدأ ب100 مرة ان احنا نردد الذكر ده، وبعد كده يوصل ل1000 مرة. يا رب نكون ان شاء الله عملنا ولو حاجة صغيرة تتحسب لنا يوم القيامة وتتكتب لنا كصدقة جارية. ويلا بقى يا حبايبي نبدأ الحكاية عشان ما اطولش عليكم. المجهول، مش قلتلك تبعدي عن اللي ملكيش فيه؟ ريم بخوف. انت مين وعاوز مني ايه؟ المرة دي مجرد تحذير، المرة الجاية مش هتعدي عليكي كده. حاضر. طلعت تجري لحد ما وصلت ودخلت وقفلت الباب وراها. هدى مامتها. مالك يا حبيبتي بتجري كده ليه؟ ريم بتنهيدة. لا ابدا، اصلي كان كلب كبير قوي كان بيجري ورايا وانا خفت فجريت. غريبة قوي يا ريم، وانتي من امتى يا حبيبتي بتخافي من الكلاب؟ ما انتي طول عمرك واخدة عليهم بتربيهم كمان. معرفش يا ماما، بس شكله كبير وبيخض فعشان كده انا خفت وطلعت اجري. طيب يا حبيبتي، يلا عشان تتغدي كده زمانك جعانة. لا معلش، تصبحي على خير. انا هدخل انام دلوقتي. هتنامي من دلوقتي؟ ايوه يا ماما، معلش. تصبحي على خير. دخلت الأوضة بتاعتها بسرعة وقفلت الباب قبل ما مامتها تتكلم معاها. أما بقى عند روان كانت قاعدة في الأوضة بتاعتها وقلبها مش مرتاح. سهام خبطت عليها الباب ودخلت. ايه يا روان، بابا بيرن عليكي من الصبح مش بتردي ليه؟ ما خدتش بالي، انا هرن عليه دلوقتي. ماشي يا حبيبتي، تصبحي على خير. روان مسكت التليفون ولسه هترن، فجأة التليفون بتاعها رن من رقم غريب. ردت بتردد. الو. الصوت بهمس. ابعدي عن آسر لو عاوزة تعيشي.
الخط اتقفل فجأة. روان فضلت باصة في التليفون وإيديها بترتعش، وقالت لنفسها أنا دخلت نفسي في موضوع ماليش فيه أصلا. رقم آسر ظهر عندها في التليفون. روان بترد: ايه يا روان، صوتك فيه حاجة ولا ايه؟ مالك؟ روان حاولت ان هي تتمالك اعصابها. لا مفيش حاجة، بس كنت عاوزة اسألك على حاجة. كلمي وقولي. انت عندك اعداء؟ آسر سكت للحظة وضحك ضحكة خفيفة شوية. ايه السؤال الغريب ده؟ بتسألي لي السؤال ده؟ اصل في حد كلمني دلوقتي وقال لي ان انا ابعد عنك. صوته اتغير بس حاول ان هو يداري. وانتي بقى صدقتي الكلام الفارغ ده؟ مش عارفة، بس خفت. خفتي من ايه يا روان؟ في واحدة تخاف من حبيبها؟ اي حد ممكن يخاف. بصي يا روان، حد ممكن يغير مننا ويحاول ان هو يوقع ما بينا. ما تسمعيش لكلام اي حد لو سمحتي. انا بحبك وانتي متأكدة من كده. سكتت لكن قلبها مش مطمن ابدا. عند ريم كانت قاعدة على سريرها، ايديها بترتعش وبتفكر في اللي حصل. فجأة افتكرت فلاش باك، مكان مظلم، شموع وأصوات غريبة. الأصوات دي كانت بتتمتم بكلام مش مفهوم. وشافت آسر واقف في النص لابس أسود وبيقرأ كلام برضه مش مفهوم، وقدامه نفس الرمز اللي على السلسلة بتاعت روان، والسلسلة دي هو اللي مديها لها. فتحت عينيها واتفزعت وقالت لا أنا لازم أعرف الحقيقة، لازم أقول لها. في اليوم التالي في الجامعة، روان كانت واقفة مستنية ريم وعينيها كلها قلق. أول ما شافتها جريت عليها: ريم، أنا كنت عاوزاكي في موضوع ضروري يا ريم. بصت حواليها بخوف. ماشي تعالي. راحوا في مكان بعيد. اتكلمي قولي في ايه؟ هقولك يا ريم، في حد كلمني امبارح وهددني بسبب آسر. ايه؟ وده اللي حصل معايا انا كمان. طب اسمعي بقى، آسر ده انسان مش طبيعي، وانا قلتلك الكلام ده قبل كده وانتي مش مصدقاني. ازاي يعني؟ انا شفته في مكان ضلمه، وكان فيه طلاسم وشموع وبيعمل حاجات مش مفهومه. انتي متأكدة من الكلام اللي انتي بتقوليه دلوقتي يا ريم؟ ايوه متأكدة، وشفته، ونفس العلامة اللي انتي لابساها على السلسلة اللي هو مديهالك. روان اتصدمت ومسكت السلسلة بتاعتها بإيديها، وافتكرت كلام آسر وهو بيقول لها في ناس عايزين يوقعوا ما بينا، ما تصدقهمش. في نفس اللحظة آسر كان واقف بعيد وبيسمع كل كلمة، وعينيه اتحولت لسواد مرعب. الواضح قوي ان اللعب ابتدى. في المساء روان رجعت البيت وهي تايهة. سهام، مالك يا بنتي؟ انتي النهاردة وامبارح حالك مش مفهوم خالص. مفيش حاجة يا ماما، تعبانة. دخلت اوضتها، وقفت قدام المراية وبصت للسلسلة، وفجأة السلسلة بدأت تسخن في ايديها. روان صرخت في نفس اللحظة صوت همس غريب في ودانها: انتي اللي مختاراه. روان وقعت في الأرض من الصدمة. في صباح يوم جديد، روان صحيت من النوم متأخر ولقت نفسها نايمة في الأرض. مسكت دماغها وقالت هو أنا ليه نمت على الأرض كده؟ هو إيه اللي حصل بالظبط؟ بتحاول تفتكر لكن ما كانتش فاكرة أي حاجة خالص. أدهم كان عمال يخبط على باب الأوضة وقال لها يلا يا روان، يلا يا حبيبتي، هيروح ميعاد القطر. روان بصدمة: قطر ايه؟ فتحت الباب. ايه يا روان، انا قلت ان انت هتصحي وتصحيني، اهلك هناك مشتاقين لك في الصعيد. هو انا قلت لك ان انا هسافر النهارده؟ سهام بقى لا. مالك يا حبيبتي؟ انت امبارح طلعتي من الاوضه بتاعتك وقلتي لي انك هتسافري عشان باباكي في موضوع مهم هناك. ايه بس اللي حصل؟ ما كانتش فاكره حاجه. ده حصل؟ انت متاكده يا خالتي؟ ايوه يا حبيبه خالتك. في ايه بس اتكلمي. لا حاضر لحظة بس، هحضر الشنطة بتاعتي بسرعة. دخلت الأوضة بتاعتها عشان تحضر الشنطة، وهي بتحضر التليفون رن وكان آسر. صباح الخير يا حبيبتي، ها جاهزة ولا لأ؟ ايه؟ يعني ايه جاهزة لإيه يا آسر؟ مش احنا اتفقنا انك هتسافري البلد النهاردة وانا يومين كده وهاجي لباباكي يعني عشان اطلب ايدك؟ حست ان الدنيا بتلف بيها. فضلت ساكتة وبتحاول تفتكر امتى ده حصل.
مش عارفة تفتكر ولا كلمة. فاقت من شروطها على صوت آسر: روان، روان يا حبيبتي، رحتي فين؟ ها, أبدا أبدا، معاك. أنا هقفل دلوقتي عشان أحضر الشنطة بتاعتي. ماشي يا روحي، خلي بالك على نفسك. كنت أتمنى إن أنا أوصلك بس أنتي رافضة، عشان يعني الناس ما تتكلمش والكلام ده. وبصراحة كده أنا مش عاوز أي حد يعرف الموضوع بتاعنا غير بعد كتب الكتاب. روان، ماشي ماشي، عندك حق. قفلت بسرعة قبل ما يتكلم تاني. آسر ماسك التليفون وبيبص قدامه بابتسامة خبيثة. سيد جه جنبه: ايه يا صاحبي، شكلك مبسوط قوي. ايه، هانت ولا لسه؟ كل حاجة بدأت تقرب خالص، كلها ايام وكون مراتي ومتجوزين وكل عيلتها تكون تحت السيطرة بتاعتي. بجد ألف ألف مبروك يا صاحبي. وبعد مرور وقت في محطة القطر: أدهم، خلي بالك على نفسك، لما توصلي كلميني على طول. حاضر يا أدهم، مع السلامة، في حفظ الله. روان طلعت القطر وقعدت جنب الشباك وفضلت تبص على الطريق وهو بيبعد، لكن إحساس غريب جواها وفي حاجة غلط. طلعت السلسلة من تحت الهدوم وبصت وهمست لنفسها: ايه حكايتك؟ معقولة كل اللي بيحصل ده مرتبط بيك انتي؟ فجأة السلسلة سخنت مرة تانية. لا لا لا، الموضوع غريب. في نفس الوقت عند آسر كان واقف في مكان ضلمة، نفس المكان اللي شافته ريم قبل كده، شموع وطلاسم. سيد كان واقف، كل حاجة ماشية زي ما احنا مخططين بالظبط. كل حاجة واكتر كمان يا سيد. وبص لقدامه في القطر. روان كانت لسه بتحاول تهدى بعد مرور تقريبا 3-4 ساعات في الصعيد في بيت الرفاعي. رفاعي فرحة: بنتي وحشتيني. روان حضنته: وانت كمان يا بابا، وحشتني قوي. ام سمير جريت عليها وحضنتها: تعرفي يا روان ان البيت ما كانش ليه طعم من غيرك يا بنتي. واه، ده انا طلعت غالية قوي عنديكم. يلا يا بنتي اطلعي ارتاحي عقبال كده لما خلصتك الوكل. كانت لسه هتطلع ولقيت حد بيشدها وبيلف بيها، كان اخوها عمر. روان بنتي وحبيبتي. فضل يلف بيها: ما بالراحة يا ولدي، كده هتدوخ منك، ما تخافش يا باي، هي زي الفل. في المساء روان كانت بتحاول ان هي تعيش طبيعي، لكن كل شوية تفتكر ذكريات وتحس بصداع، واوقات كانت بتحس ان في حاجة بتراقبها، هي مش عارفة ايه بالظبط. في صباح يوم جديد في الارض الزراعية، نورهان جاية تجري بفرحة وقالت: ابي جاد، في ايه مالك يا حبيبتي، تجري ليه ده؟ روان رجعتي يا ابيه. ايه، انتي متوكدة من الكلام اللي انتي بتقوليه يا نورهان؟ ايوه متوكدة، انا شفتها النهاردة. انا لازم اروح النهاردة عشان اعترف ليها بكل حاجة مهما حصل، مش هسيبها تضيع من يدي. مالك يا ابيه، انت سرحت في ايه؟ لا يا حبيبتي، امشي انتي روحي لها. ما تيجي معايا؟ اجي معاكي؟ ايوه يا بيه، تعالى سلم، ما انتش غريب، يلا بينا. ولا اقولك انا هقول حاجة كده لابوي وبعدين هحصلك. شوية وقعد مع باباه: ابوي، انا احبها وعاوزك تروح وتتكلم مع ابوها، عاوز اخطبها. هي مين دي يا ولدي؟ روان يا باي. ناجي بتعب بيحاول ان هو يقوم من على السرير: طب ما يا ولدي، ما تروح وتشوف الجو ده بدل ما نروح ونترفض، يعني لو شفتها تقول له يمكن بتفكر في حد تاني او مخطوبة مثلا. لا يا بوي، احنا صعايدة ملناش في الكلام ده، متهيألي انت سيدي العارفين. انا هدخل الباب وهقول لابوها واخواتها وهم اللي يقولوا لها. خلاص يا ولدي هاجي معاك. لا يا بوي خليك، انت تعبان. بس يا حبيبي انا مش زعلان منك يا حبيبي، عادي. في المساء جرس الباب بيرن. ام سمير: ايوه حاضر. فتحت الباب وكان جاد. اتفضل يا ابني، محتاج حاجة يعني؟ هو الحاج رفاعي موجود؟ ام سمير: ايوه يا ابني اتفضل، ما انتش غريب. دخل وهو منزل راسه. بعد دقايق: السلام عليكم، ازيك يا جاد؟ وقف باحترام: وعليكم السلام، ازيك يا عمي؟ امال فين ابوك، ما جاش معاك ليه؟ ابوي تعبان وما قدرش يجي، مش قادر يقف على رجليه.
واه ربنا يشفيه يا ولدي. ام سمير شوفي جاد يشرب ايه. لا لا يا عمي مش عاوز حاجة، شكرا ليك. انا جاي بس كده اطلب ايد الانسة روان، انا ما بحبش اللف والدوران، انا جاي اقول الكلمتين بتوعي وامشي على طول. بص ليه وسكت، وبعد مرور ثواني: بص يا ولدي، روان لسه صغيرة ولسه بتدرس، مش وقت جواز والكلام ده هيخيبها ومش هيخليها تركز في الدراسة بتاعتها. في نفس التوقيت بتدخل روان وتقول: انا اسفة يا بوي، كنتش اعرف ان هنا في حد يعني. تعالي يا بنتي تعالي، ده جاد جاي النهاردة يطلب ايدك. جاد كان بيبص ليها بكل حب. ها يا بنتي ايه رأيك؟ اتكلمي وقولي، سمعي حتى كلامك. روان اتوترت: لا يا بوي، انا مش بفكر في الجواز دلوقتي. فجأة حست بدوخة والارض مش قادرة تشيلها. جاد وقف وسندها: مالك انت كويسة؟ مسكت دماغها: انا كويسة عن اذنكم. في منتصف الليل التليفون رن بتاع روان. صحت مخضوضة على صوت التليفون وقالت: خير يا ترى مين اللي هيرن عليا دلوقتي؟ مسكت التليفون وكان آسر. روان ردت: هلو، ايوه يا آسر، في ايه؟ آسر بلهفة: ايه يا روان عاملة ايه؟ معقولة توصلي البيت عندكم وما تسأليش فيا لحد دلوقتي؟ معلش يا آسر، كنت تعبانة شوية ومشغولة مع أهلي. انت كويسة يا حبيبتي ولا في حد مضايقك؟ مالك حاسك متضايقة؟ لا لا ما حدش مضايقني. طب قوليلي بقى، مين الشاب اللي كان عندكم النهاردة؟ اتصدمت: ايه تعرفتي منين؟ ضحك ضحكة خفيفة: انا بعرف كل حاجة تخصك يا روان. وهي آسر انت مراقبني ولا ايه؟ لو قلتلك ايوه هتخافي مني؟ معرفش ايه اللي انت بتعمله. بص يا حبيبتي، انا بس بخاف عليكي خصوصا اليومين دول. روان في اللحظة دي افتكرت كلام ريم وحست برعشة بجسمها. أسر انت مخبي عليا حاجة؟ يعني هكون مخبي عليكي ايه يا حبيبتي؟ كل حاجة انت عارفاها عني. جهزي نفسك يا روان عشان هاجي تقدملك. بجد نسي كل حاجة وكانت فرحانة ان آسر بس هيجي يتقدم لها. ايوه بجد، يلا نامي بقى، تصبحي على خير. قفل معاها وبص قدامه في صباح يوم جديد. ها يا ولدي طمني، عملت ايه؟ رحت اتقدمت لها؟ جات بحزن: عادي بقى يابا، كل حاجة اسمه ونصيب. ناجي بزعل: يعني ايه يا ولدي؟ احكي لي ايه اللي حصل. مفيش حاجة يا ابوي، بس هي ما بتفكرش في الجواز. لا يا ولدي طالما ان انت عاوزها انا هروح واتكلم مع ابوها. لا يابا لا لا، الجواز مش بالعافية، خليها على راحتها وانا هستناها لحد ما تخلص الدراسة. معقولة يا ولدي هتوقف حياتك عشان خاطر واحدة؟ لا يا بوي، مش اي واحدة، انا عمري في حياتي ما هسيبها. دي حبيبتي من زمان، وانا عارف ان هي هتكون نصيبي. سيبها على الله يا حاج ناجي، ونعم بالله يا ولدي. في بيت الرفاعي روان ميلت على خد باباها: صباح الخير يا احلى بوي في الدنيا. يا حبيبتي شايفك مبسوطة النهاردة. ابدا يا حبيبي، بس كل الحكاية ان انا كلمت ياسمين وجاية النهاردة تقضي معايا النهار كله. عمر كان نازل وسمع كلامها وانا عمالة اقول ماله النهار، ماله حلو جد ليه؟ اتاري روان اختي موجودة في البيت. يا سلام يا اخوي، كل بعقلي حلاوة، عيب عليك يا بنت انتي. حلاوة ايه وبتاع ايه؟ انتي عارفة معزتك عندي ولا ايه يا روان؟ اكيد يا اخوي. وبعد مرور من الوقت ياسمين كانت قاعدة مع روان وبتتكلم معاهم. بس ايه الغيبة الطويلة دي؟ ولا غيبة ولا حاجة، دي كلها شهر. كلها شهر ياسمين، غيبة ايه؟ لو سافرت سنة كنت هتعملوا ايه يعني؟ فجأة الباب خبط. روان قامت فتحت الباب وكان عمر وشايل في ايده لب وشيبسي وحاجات كتير. انا جبتلكوا شوية تسالي كده لحد ما الحاجة ام سمير تخلص الوكل. كتر خيرك يا عمر يا اخوي، تعبت نفسك. كانت عينه على ياسمين: مفيش حاجة، مفيش تعب ولا حاجة يا خالتي، عادي يعني. تسلم يا عمر، تعبت نفسك. ولا تعب ولا حاجة يا ياسمين، كله عشانكو، عشان كنتوا الاتنين.
عشان احنا الاتنين برضه يا عمر. الواضح كده اننا جيت في وقت غلط. ياسمين بخجل: روان. عمر ضحك: سيبك منها، دي واحدة فاضية. فجأة نور الكهرباء فصل مرة واحدة. ياسمين اتخضت: يا نهار ابيض، في ايه؟ عادي يا بنتي، النور قطع، ما بيحصل كتير. لكن في نفس اللحظة السلسلة اللي روان كانت لابساها بدأت تنور باللون الأحمر. روان شافتها ومسكتها بسرعة. عمر في اللحظة دي لاحظ خوفها. مالك يا روان؟ مالك يا خيتي؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة يا اخوي. صوت خبط قوي على الشباك 3 مرات. اتخضوا وبصوا ناحية الشباك. ياسمين بخوف: مين اللي بيخبط؟ مين؟ عمر في اللحظة دي جري ناحية الشباك وفتحه بسرعة، لكن ما كانش موجود حد. غريبة، في حد خبط 3 مرات. روان في اللحظة دي سمعت همس في ودنها: ما تثقيش في أي حد. روان حطت ايديها على ودنها بخوف. ياسمين قربت منها: انتي كويسة؟ كويسة يا روان؟ ايوه، بس انا حاسة ان في حاجة غلط. وبعد مرور دقايق النور رجع تاني. عمر بضحك: في ايه؟ في ايه؟ ومالهم بيلعبوا معانا قط وفار؟ يلا يا بنات، اسيبكم بقى تكملوا كلامكم وتتسلوا مع بعضكم، ولا اقول لكم اقعد معاكم؟ لا لا لا، قوم انت يا عمر. ماشي يا روان، حاضر هقوم يا ستي. ضحكوا الاتنين. في المساء خبط الباب. الاب قام عشان خاطر يفتح. اتصدم من طريقة لبس آسر. مين انت يا ولدي؟ انا آسر، اسمي آسر من القاهرة، صديق روان من الجامعة. روان سمعت اسمه وقلبها دق بعنف. خرجت بسرعة وأول ما شافته وقفت مكانها. روان بدهشة: آسر، انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي اخد خطوة بجد، مش وعد وخلاص. بص للأب: انا جاي اطلب ايد بنتك، يعني عشان خاطر تبقى زوجتي. البيت كله سكت. الأب بحدية: الموضوع مش سهل كده يا ابني، انت لسه عارفها من فترة قصيرة، واحنا الكلام ده عندنا ممنوع. بس طالما ان انت دخلت من الباب يبقى اكيد غرضك شريف. اكيد يا عمي غرضي شريف، وبصراحة انا مرتاح لها جدا ومستعد اعمل اي حاجة عشان اثبت لك حبي ليها. روان كانت واقفة، بس الخوف والارتباك ما كانتش عارفة تفكر. وكلام ريم برضو كان بيرن في ودنها: آسر مش انسان طبيعي. طيب يا ولدي، انا مش هرد عليك دلوقتي، انا هسأل عليك كويس، لو لقيتك مناسب يبقى خلاص. وانا تحت امرك يا عمي، ابعت واسأل عليا كل الناس كمان، وانا هثبت لك ان انا قدها. بص لروان نظرة طويلة. في حاجة غريبة، مش حب، بس هي مش فاهماها. مشي في الوقت ده روان قاعدة جنب باباها. بابا، انت موافق على آسر؟ لا يا بنتي، انا مش مرتاح ليه، بس هقولك انا صعيدي، وهقولك برضو اللي يريحك. اللي يريحك انت شايفاه ايه؟ بس قبل ما توافقي او حتى ترفضي لازم اسأل عليه الاول. روان ما كانتش فرحانة، قلبها كان بيقول حاجة تانية. في الخارج عند آسر كان واقف مع السيد. ها، عملت ايه؟ خطوة وبدأت والباقي هيجي لوحده. طب يا فالح لو اهلها بقى رفضوا؟ آسر سكت لحظة وبعدين قال بنبرة مخيفة: ما فيش حاجة اسمها رفضوا، روان بتحبني وانا كمان بحبها، يبقى ليه بقى هيرفضوا؟ طيب هتسافر ولا هتعمل ايه دلوقتي؟ لا سفر ايه، انسى بقى ان انا اسافر خالص من غير روان. في الوقت ده التليفون بيرن. ايه يا صاحبي، مش شايفك من الصبح، فينك؟ السيد هو اللي رد: احنا في الصعيد. ايه ده، خيانة من غيري؟ بتسافروا كده الصعيد من غير ما تقولولي؟ ده من اكتر البلاد اللي انا حابب اروحها. آسر مسك التليفون: اقفل دلوقتي، مش وقتك خالص. اما بقى عند روان بعد ما آسر مشي، كانت واقفة في الجنينة لوحدها والهوا بيطير شعرها، لكن قلبها كان مخنوق، مش عارفة ليه، ايه السبب بالظبط. فجأة حست بحد واقف جنبها، لفت بسرعة وكان جاد. وهو مالك؟ ما تخافيش، انا مش جاي اضايقك ولا حاجة. روان بخوف: انت دخلت هنا ازاي؟ اكيد دخلت من الباب، هكون دخلت منين؟ روان بصت من فوق لتحت وما ردتش عليه. اقصد يعني الحاجة مسامير فتحت ليا الباب
وقالت لي انك هنا. طب وجاي عايز ايه؟ انا جاي اقولك يا روان الحقيقة، ربنا بعتني ليكي عشان تعرفي الحقيقة كلها. حقيقة؟ حقيقة ايه؟ يا ترى بقى جاد هيقول لها ايه بالظبط؟ ويا ترى برضه روان هتصدق الكلام ده ولا لا؟ كل ده ان شاء الله هنعرفه في الحلقة اللي جاية. تابعوني باللايك والاشتراك وان انتوا تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا سلام. سلام عليكم يا احلى متابعين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. ودلوقتي هبدأ معاكم الحلقة الثالثة من رواية حين خانها القلب للكاتبة رويدة عرفة. شجعوها وشجعوني. وقبل ما نبدأ ياريت كلنا كده نصلي على الرسول ونكتب كومنت بأحلى ذكر احنا دايما بنحب نقوله ونردده عشان الكل ياخد الثواب. ويلا بقى نبدأ الحكاية عشان ما اطولش عليكم. روان، حقيقة اللي بتتكلم عنها. جاد اتعلسم في الكلام، ما كانش عارف يقول ايه. انا يعني هو الحقيقة. بتبص كده ليه؟ انا مش فاهم حاجة، مالك؟ جاد خد نفس طويل وبص ليها. بصراحة كده يا أنسة أنا بحبك من زمان جدا، من أيام ما كنا في المدرسة مع بعض. أتمنى تاخدي وقت في التفكير كويس مع نفسك. هفضل مستنيكي، ولو على الدراسة يا ستي أنا هستناكي، لو هقعد طول عمري من غير جواز هستناكي برضو. بس يعني أنا مش عاوزة أعطلك، يعني أنا ما بفكرش أصلا في الجواز. نفسي بس تفهمني، تفهم قصدي. أنا مش بفكر في الجواز خالص. أنا قلتلك مش عاوز أسمع منك دلوقتي رد، يعني معاكي أسبوع 2 وبعدين قوليلي اللي انتي عايزاه. كان ماسك وردة في إيده، ادها لها. أتمنى ان انتي تقبليها. روان بصت للوردة اللي في إيده وكانت مترددة ان هي تاخدها، وبعدين خدتها وقالت شكرا. مين اللي كان واقف معاكي دلوقتي؟ اتوترت جدا وخافت. ده جات بغضب. انت اللي مين؟ وازاي تدخل بيوت الرجالة من غير إذن؟ قرب منه بعصبية. أنا اللي بسألك أنت مين، واقف مع خطيبتي ليه، وإزاي تدخل بيت الكيلاني كده بالسهولة دي؟ آسر اهدى لو سمحت، ده جاد زميلي في المدرسة من واحنا صغيرين. جاد بص بثبات. خطيبها ازاي يعني؟ الكلام ده حصل امتى وازاي؟ آسر بحدية. لو انت عايز تدخل بيت الكيلاني تبقى عارف كويس انت داخل على مين وعاوز ايه بالظبط. كفاية بقى يا آسر، انت مكبر الموضوع قوي، مفيش حاجة يعني. آسر بيبص لروان وكانت الغيرة باينة في عينيه. عشان ما بحبش حد يقف معاك ولا يقرب منك شبر واحد بس. روان اتفاجئت وانت مالك يا آسر؟ آسر سكت شوية وكأنه بيحارب الكلام اللي جواه، مش عاوز يطلع. وبعدين قال بكل برود مصطنع، المهم دلوقتي ادخلي ونشوف الموضوع ده بعدين. جيت بص لروان. انا هستنى ردك زي ما قلتلك، وكأني ما سمعتش حاجة. آسر قرب منه. ويا ريت ما تفكرش، قلتلك مرة ان انت تقرب منها. رد ايه وهباب ايه؟ ما تكررش الموقف ده تاني. جاد رفع حاجبه. دي حاجة ترجع لروان مش ليك انت. روان حست ان الجو هيقلب خناقة كبيرة. خلاص بقى يا جماعة كفاية كده. جاد بص بابتسامة هادية. تصبحوا على خير. روان بخجل وانت من اهله يا جاد. جاد مشي وهو قلبه بينبض بخوف وقلق من ردها، لكن آسر كان واقف مكانه بيضغط على ايده من كتر الغضب والغيرة. روان بضيق. ممكن نفهم بقى مالك بالظبط؟ آسر بص لها بجمود. انا عاوز افهم، انت اخدت الوردة دي ليه؟ من عادي كده يعني ممكن تاخدي وردة من اي حد؟ ومش كده وبس، بتقولي ليا انا انت مالك؟ ايوه انت مالك؟ ده شخص محترم جدا وما غلطش في حاجة، وبعدين خطيبتك ازاي يعني؟ انت ليه بتقول كلام ما حصلش؟ قرب منها وقلب صوت واطي. ما انت خلاص يا روان بقيتي خطيبتي وملكي، وانا مش بطيء اشوف حد يقرب منك. روان قلبها بيدق بسرعة وبصت ليه بتوتر. انت بتقول ايه؟ فجأة بعد نظره عنها. لا ولا حاجة، انسي اللي انا قلته. سابها ومشي وراح. كان تايه وهي كمان كانت محتارة في جاد وآسر. آسر أول مرة تشوفه بالمنظر ده في صباح جديد. روان كانت قاعدة وسرحانة، مش عارفة بتفكر ولا تاخد نفس خطوة لقدام ولا ترجع لورا. رفيعي قاعد جنبها. مالك يا حبيبتي متغيرة كده ليه من يوم ما رجعتي من الكلية بتاعتك؟ ابتسمت. أبدا يا حبيبي مفيش حاجة.
يعني انا مش عارف بنتي؟ ايه مالك وجولي؟ طب قولي لي يا بنتي عملتي ايه؟ روان وهي مش فاهمه. في ايه يا بوي؟ مش فاهمه حاجه. ما قلتيش يعني اذا كنتي موافقه على جاد ولا ايه يا بنتي؟ كلمي وقولي. جاد، ما انا قلت يا بوي لا، مش موافقه. افهم من كلامك انك موافقه على الواد المصراوي اللي جاي. سكتت وكانت باصه في الارض، وهي ساعتها كانت بتفكر في آسر. لاحظ سكوتها وكانت مركزة جدا. في ايه مالك يا روان يا بنتي؟ سرحتي في ايه؟ فاقت من شروطها. مفيش يا بوي. ابتسم بخبث. شكل كده في حد شاغل قلبك يا بنتي. ها؟ لا طبعا يا بوي، لا. انا هقوم دلوقتي اشوف ام سمير محتاجالي. عن اذنك يا بوي. لكن قبل ما تدخل دخلت ام سمير وقالت الاستاذ آسر بيسأل عليك يا حج وعاوز يقابلك. وماله؟ دخليه يا ام سمير. دخل البيت وهو لابس جلابيته السوداء والهيبة بتاعته مالية المكان. آسر بص للرفاعي. صباح الخير يا عمي. صباح النور يا ولدي. خلاص بقيت من الصعيد ولا ايه؟ عينيه راحت ناحية روان اللي كانت بتحاول تبعد نظرتها عنه. انا جاي في موضوع مهم يا عمي. روان قلبها دق بسرعة. خير يا ولدي؟ انا جاي اشوف رأي روان، اللي هي يعني موافقة اذا كنا هنتجوز ولا لا. روان كانت واقفة باصة في الارض. بس انا يا ولدي قلت لك ان انا هرد عليك بعدين، مش دلوك يعني. وبعدين انا ما اقدرش، بنتي هتسافر وتعيش بعيد عني، ده الكلية بتاعتها على عيني، لكن تعيش طول عمرها بعيد عني صعب عليا. وعلى ايه يا عمي؟ انا هسكن معاكم هنا. انا ما اقدرش استغنى عنها وهكون معاها في كل مكان زي ما هي تحب. لو حابة تعيش هنا انا حابب العيشة اصلا في الصعيد. ريوان كانت واقفة ومش قادرة تتكلم، والنطق بتاعها وقف تقريبا. فجأة دخلت ام سمير وهي بتقول يا نهار ابيض، اخيرا يا بنتي هشوفك وانت لابسه الفستان الابيض. روان بصت بصدمه. اخيرا ايه بس؟ انا لسه ما وافقتش يا ام سمير. آسر ساعتها اتضايق جدا. خدي وقتك يا روان، ماشي؟ وبعد كده هاجي واسال عمي. ما تزعلش يا ولدي، الجواز اصله قرار كبير، مش اي حد كده يتوافق بيه، لا مؤاخذه يعني لازم اسال عنك وانت برضك تسال عننا. يعني الجواز مش كله حب، يمكن يكون اعجاب وانت مستعجل شويه وهي كمان مستعجله. لو مجرد اعجاب يا عمي مش هصمم على رايي، وهبقى ساكن بقالي تقريبا اسبوع في الصعيد. بس انا مش عارف، الروان متغيره شويه. روان كان قلبها بيدق، حاسه بفرحه وفي نفس الوقت خوف من السرعه واللي بيحصل لها من موضوع السلسله والكلام اللي كانت بتسمعه عن آسر. في نفس اللحظه كان جاد واقف بعيد قدام البيت بتاع روان، وشاف العربيه بتاعت آسر قدام الدار. قبض على ايده من كتر الغضب. بقى كده يعني الكلام اللي انا سمعته كان صح بقى؟ لا، بس انا عندي ان احساس ان روان ليا انا مش هتوافق عليه. بس ازاي؟ دي كانت بتقول ان هي مش موافقة على الجوازة، ومرة واحدة طلع من تحت الارض واحد بيقول ان هو خطيبها. يبقى ازاي مش موافقة؟ عينيه دمعت من كتر الزعل. اما بقى عند الرفاعي، طيب سيبني اسبوع يا ولدي نسأل عليك زي ما قلت لك، وبنتي برضو تاخد وقتيها في التفكير. ماشي يا عمي، خد وقتك واسأل براحتك كمان، عن اذنكم. اتفضل يا ولدي. آسر طلع واقف وسط الزرع وهو بينفخ من كتر الضيق. وبعدين معاك يا روان، هفضل اجري وراكي؟ لا، هتكوني تحت سيطرتي قريب قوي، وساعتها محدش هيقدر عليكي غيري انا. كريم كان لسه واصل من السفر. ايه يا صاحبي، عامل ايه؟ اخبارك؟ شفت عرفت اوصل لك بسهوله ازاي؟ ايه ده كريم، انت جيت امتى وازاي؟ لسه واصل دلوقتي. سألت يا عم، اللي بيسأل ما بيتوهش. حاسك متضايق يعني يا آسر ان انا جيت؟ ايوه متضايق طبعا، ما كانش ينفع ان انت تنزل دلوقتي. بقولك ايه، ارتاح من الطريق وارجع تاني. ارتاح وارجع ليه؟ انا مش فاهم. عشان ابو روان هيبعت الناس ويسألوا عليا، ولازم حد يكون موجود هناك، عشان طبعا لو حد سأل عليا من الناس اللي حواليا غيرك اكيد هيقول كلام زي الزفت. كريم بص لي بقلق. معقولة؟ هو الموضوع وصل للدرجة دي انك تسأل وهما يسألوا؟ طب يا عم مبروك مقدما. الموضوع اكبر ما كنت اتخيل. كنت متخيل السحر اللي انا بقعد العب بيه على الناس اي كلام ده هيجيب مع الناس دي،
لكن الواضح كده اني خلاص السر مبقاش باتع زي ما بيقولوا. اول مرة احس ان انا خايف تضيع مني. لا لا لا، هو انت وقعت ولا ايه يا صاحبي؟ انت كده كده اصلا كانت بالنسبة لك سبوبة. بقولك ايه، ما تستعبطش معايا، روح دلوقتي الحق ترتاح شوية وبعدين ترجع القاهرة. خلاص يا عم، انا كنت بهزر معاك، بس الواضح ان البت غيرت في حاجات كتير قوي. دخلت في حياتك بجد يا آسر. عندك حق يا كريم، الروان غيرتني، خلتني ببص للحاجات من منظور تاني خالص. بدأت فعلا أكره آسر القديم وأحب آسر الجديد. انت عارف يا كريم، أنا لما ببص ليها الدنيا كلها بتقف عندها. يا ساتر، ايه ده؟ معقولة الحب ولع ولا ايه؟ مالك يا آسر؟ هو السحر والكلام وفلوسها؟ واقول لك ايه، مش عاوز الكلام ده تاني، مش عاوز اسمعه. يعني ايه مش عاوز تسمعه؟ بصله بغضب، جري من قدامي بسرعة. ماشي ماشي يا سيدي، انا همشي. فضل كريم يكلم نفسه وهو ماشي. معقولة آسر حب روان للدرجة دي، ولا دي لعبة جديدة بتعملها علينا؟ ماشي ماشي يا آسر، اما نشوف السحر بتاعك هيوصلك لإيه. كريم خد بعضه وسافر. كان ماشي في طريق سرحان، خبط في حد. ايه يا حيوان، مش تفتح؟ ايه يا عم؟ بيبص السيد لقى كريم، انت جيت ازاي وجيت امتى؟ هو انت لحقت يا ابني؟ لسه واصل من نص ساعة، الحمد لله على السلامة. هو مالك يا عم مش مركز كده ليه؟ ماشي سرحان، بتحب جديد ولا ايه؟ بحب ايه وزفت ايه يا اخي؟ بمناسبة الحب تعال اقولك على اللي حصل. خير يا عم احكيلي. خير، اتكلم. ولو اني عارف ان انت مستحيل هيجي من وراك الخير، اتكلم وقول. بدأ ان هو يحكي على كل اللي حصل. سعيد كان مركز في كل كلمة كان بيقولها كريم. ازاي كده؟ كلنا عارفين ان آسر عايز يتجوز روان، بس عايزها عشان خاطر فلوسها. اكيد في حاجة غلط في الموضوع. يعني الموضوع مش موضوع سحر ولا فلوس. دلوقتي بيحبها ولا هو بيمثل علينا احنا كمان؟ ايوه انا عارف ان في حاجة، بس انا مش فاهمها، وده بصراحة كده اللي عاوزة اوصله. لا، كده تخلي الفار يلعب في عبي وفي دماغي كمان. احنا لازم نخلي بالنا كويس قوي ونفتح عينينا. آسر بيلعب بينا كلنا. معاك حق. في بيت الرفاعي روان كانت قاعدة في الأوضة بتاعتها ماسكة الوردة. بعدين حاسة ان انا محتارة. دماغها مع جاد اللي مديها الوردة، بس برضه عقلها مشغول بآسر ونظراته ليها. روان لنفسها، انا مالي كده؟ مش عارفة افكر، قلبي بيدق كده ليه؟ خبطت ام سمير على الباب ودخلت ام سمير بخبز. سرحانه في ايه يا عروسه؟ عروسه ايه بس يا ام سمير؟ والنبي انتي كمان اقعدي ساكته بقى. مالك يا روان يا بنتي؟ بقيتي حتى تتكلمي زي المصراويين. معقوله سنه واحده تغيرك؟ لا ما اقصدش، انا بحب اتكلم صعيدي اصلا، بس مش عارفه، محتاره. بصي يا بنتي، انا ست كبيره وفاهمه. الواد آسر ده عينيه مفضوحه وبيحبك موت، بس الموضوع جه بسرعه. مش عارفه، حاسه ان احساسي متلخبط. سكتت وهي بتحاول تهرب من احساسها. طبطبت عليها. فكري كويس يا بنتي، قومي صلي صلاة استخاره وادعي ربنا، وربنا هو اللي هيخيرلك. حاولي ما تضيعيش الفرصه من ايديكي لو هو يستهلك. في نفس الوقت جاد كان قاعد في الاوضه وكان متضايق جدا. فضل يبص للصور بتاعته القديمه، كانت روان ايام المدرسه. معقوله بعد السنين دي كلها اخسرك بالسهوله كده يا روان؟ فجاه التليفون بيرن. الو. المجهول بيرد. لو بتحب روان بجد يبقى خلي بالك قوي، وخلي بالك من آسر. جاد ساعتها وقف. انت مين؟ لكن الخط قفل. فضل يبص في التليفون بصدمة. يعني ايه الكلام ده؟ هو الموضوع يوصل للتهديد؟ انا لازم اعرف الحقيقة واعرفها كاملة كمان. عند آسر كان واقف في البلكونة بالليل وبيفتكر كل لحظة حصلت ما بينه وما بين روان. مالك يا آسر؟ مالك بقيت شبه الطفل الصغير؟ معقول الحب يبقى هو ده؟ الحب بيضعف كده؟ بس جميل. اللي بيحصل لي انا وروان مش طبيعي ابدا. انا فعلا بحبها. سيد جه من وراه. مالك يا كبير سرحان كده ليه سيد؟ تايه اللي جابك انت كمان؟ هو في ايه النهارده؟ هي الصعيد دي جنب القاهره يعني؟ مشوار طويل، ايه اللي بيجيبكوا كده مره واحده عليا؟ عادي، خايف اسيبك لوحدك. كريم بيقول
ان انت كنت متضايق وزهقان وقلت اجي اقعد معاك، واهو اديك بتكلم نفسك. ايوه بكلم نفسي، ما كنتش متخيل ان واحده تقدر عليا وتخليني ضعيف كده. ده مش ضعف يا آسر، ده اسمه حب. يمكن، لكن فجأة ملامحه اتغيرت لما افتكر المكالمة اللي وصلت الصبح والرسالة الغامضة اللي كان مكتوب فيها: لو قربت من روان هخسرك كل حاجة وهتخسرها للأبد. آسر ساعتها قبض ايده: مستحيل اسمح لأي حد يأذيكي حتى لو هخسر نفسي. آسر كان بيبصله ويقول لنفسه: معاك حق يا كريم، الموضوع مش طبيعي. ده آسر اللي كان بيلعب بالبيضة والحجر. وبعد مرور أيام رفاعي كان قاعد مع روان وقال: ها يا بنتي، عملت ايه في موضوع آسر؟ اه، انت موافق يا بابا؟ انا ماليش كلمة يا بنتي وماليش دعوة، انت براحتك، لو عايزة توافقي خلاص كان بها، لو مش موافقة خلاص برضو براحتك انت يا بنتي. انا عمري في حياتي ما غصبتك على حاجة. طب هو انت سألت على آسر؟ بص ليها بحب. بعت عمك ناجي سأل عليه هناك، الواد زين وحلم. روان فرحت جدا: خلاص يا بابا اللي تشوفه. يعني موافقة يا بنتي؟ نزلت وشها في الأرض بكسوف وهزت براسها بمعنى دخلت أم سمير: يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار أبيض، مبروك يا بنتي. ضحكت روان وقالت: الله يبارك فيكي يا حبيبتي. يوسف بخفية: خير ايه الزغارات دي؟ أم سمير اتكلمت: أختك عقبالك يا أستاذ يوسف، خلاص وافقت بالعريس. أنا مش فاهم حاجة، وافقت بالعريس ايه؟ بتتكلم يا بوي. اقعدوا يا ولاد أنا هحكي لكم كل حاجة. الرفاع اتكلم: في عريس جه لأختكم من مصر وأنا وافقت عليه. يوسف بيستغرب: عريس ومن مصر كمان؟ وافقت عليه ليه واحنا منعرفش أي حاجة كده يا بوي؟ وبعدين يا بوي كل اللي أعرفه إن جاد جه واتقدم، يبقى ازاي بقى انتوا رفضتوه؟ لا يا ولدي، غير جاد، ده عريس من مصر. بس انا يا ابوي مش موافق على المصراوي ده، احنا ما نعرفش عنه حاجه. انما بقى ابن بلدنا نعرفه، نعرف كل حاجه، نعرف اصله وفصله واهله كمان. يا ولدي اختك شايفه جاد كيف اخوها بالظبط، وبعدين انا سالت على الشاب زين وكويس. نزل عمر وهو سامع الكلام واتدخل: بس يا بوي ده غريب، ومش معنى ان انت سألت عليه يبقى كده خلاص. انا الكلام اللي انا قلته لازم تسمعوه، وكلامي معاكم بقى يتعبني. انا داخل الأوضة عشان ارتاح. ام سمير هاتيلي كوباية الشاي وتعالي. حاضر يا حاج. عمر عجبك ده؟ شوف ابوك وعمايله. جلال بصلهم: انا مش عارف انتوا تعبين نفسكوا ليه، هي حرة تتجوز اللي تتجوزه، بلاش وجع دماغ. يوسف بغضب: كيف يا جلال؟ دي اختنا، لازم نخاف عليها ونقف جنبيها، وهي مهما كان لسه صغيرة ما تعرفش مصلحتها. طيب انا ماشي بسايبكم، اعمل اللي انتوا عاوزينه. بعد مرور ساعات داخل غرفة روان التليفون بيرن، كان آسر. فتحت: ايه يا روان عاملة ايه؟ نعم. هو ايه اللي نعم؟ روان بزعل: نعم، لسه فاكر تطمن عليا؟ آسر فرح جدا لأن اللهجة بتاعتها بدأت تتغير الحب من جديد. أنا سبتك تفكري براحتك، يعني ما كنتش عايز أضغط عليكي، سايبك تفكري براحتك واديك اطمنت، عاوز ايه تاني؟ خلاص ماشي. بقولك ايه، عملت ايه في الموضوع بتاعنا؟ انه موضوع تستعبطي بقى، موضوعنا يا روان. على العموم روح لابوي واسأله. قفلت السكة في وشه، بص للتليفون بفرحة: كده مية مية، خلاص خلاص الدنيا كده ماشية في السكينة في الحلاوة. في المساء آسر كان قاعد مع الرفاعي، قال له: ها يا عمي عملت ايه؟ موافقين يا ابني، بس حسك عينك تزعل بنتي روان في يوم من الايام. لا لا يا عمي، بجد مستحيل ازعلها، انا بحبها قوي قوي. روان غيرتني، غيرت كل حاجة فيا. بص يا عمي، احنا هنخلي الفرح بعد اسبوعين. الرفاعي بدهشة: اسبوعين؟ ده انا بقول الخطوبة بعد اسبوعين ولا حاجة، تقول جواز؟ بص يا عمي، انت مش غريب عني وهعتبرك زي ابويا بالظبط. انا مش هقدر اقعد اكتر من كده من غير روان، مش هقدر استحمل. وعلى الدراسة بتاعتها انا مستحيل ابدا اخليها تقعد، هتكمل تعليمها وهتشوفها احلى دكتورة. وبعد محاولات من آسر كتير الرفاعي وافق،
بكرة ان شاء الله يا عمي الخطوبة، ما تقلقش، مش هتعمل اي حاجة. اما بقى عند منصور، جلال فتح الباب ودخل متضايق جدا. منصور: ايه يا عم، في ايه، مالك؟ مش تخبط؟ هي وكالة من غير بواب، مش تخبط؟ افترض بقى كنت بكلم المزة بتاعتي دلوقتي، انت كمان عندك مزة يا زفت انت؟ هتفضل طول عمرك متسيب كده ليه؟ هتفضل طول عمرك خايب ونايب؟ هتفضل طول عمرك فاشل كده؟ في ايه يا عم جلال؟ انا بهزر معاك، انت داخل عليا كده ليه؟ احكي وانجز. ابوك يا سيدي هيجوز اختك للواد المصراوي. كل ده عشان ابويا هيجوز اختي للواد المصراوي؟ في ايه يعني؟ ما يعمل اللي عاوزه. انا بقى مش موافق، الواد ده يورث في ابوك. هو ده انت غريب قوي، ده شرع ربنا بعد عمر طويل لابوي. يعني كل واحد هياخد نصيبه، واختك هتاخد نصيبها. لا بس الواد ده مش هياخد حاجة من الورث واصل. يعني هتعمل ايه يعني؟ لازم اوقف الجوازة، انا مش مستريح ليه. طب يا استاذ منصور سيب الموضوع ده عليا. هتعمل ايه يا جلال؟ يا ترى جلال هيعمل ايه؟ وجاد هيعرف مين المجهول اللي كان بيكلمه؟ كل ده ان شاء الله هنشوفه في الحلقة الأخيرة. استنوني تابعوني. آسر فعلا تاب ولا كل ده تمثيل في تمثيل؟ ويا ترى جاد هيكون من نصيبه روان ولا مين اللي هيتجوزها؟ كل ده ان شاء الله هنتابعه. كل ده ان شاء الله هنتابعه في الحلقة اللي جاية. سلام. ازيكم يا احلى متابعين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. ودلوقتي هبدأ معاكم الحلقة الأخيرة من رواية حين خانها القلب للكاتبة رويدة عرفة. بس قبل ما نبدأ يا ريت كلنا كده نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونكتب ذكر احنا دايما بنحب نقوله ونردده عشان الكل ياخد الثواب معانا. ويلا بقى نبدأ الحكاية عشان مطولش عليكم. جلال هرش الموضوع في دقيقة. بقولك ايه، سيب الطلعة دي عليا انا. هتعمل ايه يا جلال؟ هتعرف كل حاجة في وقتها. لا بلاش يا جلال، انت خبر ابوك زين. يعني انت لو عملت حاجة كده ولا كده الدنيا هتضربك فوق دماغنا. انت عارف زين الروان بالنسبة له ايه. يوه بقولك ايه، انا رايح انام ومش عاوز كلام كتير في الموضوع. مشي من قدامه قعد ينده عليه. يا اخوي فهمني بس يا جلال، يا جلال تعالى يا جلال. لكن جلال مشي وسابه وما ردش عليه. في المساء بعد ما الرفاعي وافق اخيرا على آسر، كان خارج من البيت وهو فرحان جدا. آسر كانت الفرحة مستيعاه، اول مرة يحس ان الدنيا ادته حاجة كان بيحبها جدا. لكن هو راكب العربية بتاعته التليفون بيرن. آسر بضيق: مين يا ترى اللي بيرن عليا دلوقتي؟ صوت مجهول. واضح ان انت نسيت الاتفاق يا آسر. آسر ملامحه اتقلبت فجأة وقال بحدية: قلت لك ما تتصلش بيا هنا تاني، قلت لك ما تتصلش. ما اتصلش هو بمزاجك انت؟ مش انا قلت لك ما تقربش لروان يا ياسر؟ لازم يعني تعرض نفسك للخطر وتعرضها هي كمان. ياسر بغضب: روان ملهاش ذنب في حاجة، ملهاش دعوة. المكون اتكلم، يبقى الخطة بتاعتنا هتكون زي ما احنا ماشيين بالظبط. ماشي. قفل السكة. آسر فضل ماسك التليفون وعينيه مليانة بالخوف، والأول مرة مستحيل أسمح لأي حد يقرب لها. أيوة مستحيل. في صباح يوم جديد وفي بيت الرفاعي، البيت كله كان مقلوب فوق وتحت بسبب التجهيزات بتاعة الخطوبة. أم سمير كان صوتها مالي الدار وهي بتدي الأوامر لكل اللي رايح واللي جاي. أم سمير راحت لروان: ايه يا بنتي اتحركي شوية، الناس زمانها على وصول وانت لسه قاعدة وسرحانة قدام المراية. حاضر يا أم سمير، اهو هلبس اهو. أم سمير قربت منها وبصت ليها بحنان: يا عيني عليك يا بنتي، زي القمر، بس مالك؟ حساكي مش مبسوطة، خايفة عليكي تتحسدي النهاردة. ابتسمت بخجل: للدرجة دي؟ للدرجة دي يا أم سمير؟ وبعدين ماني مبسوطة اهو. ربنا يسعدك يا بنتي. في الخارج يوسف كان واقف مع عمرو وجلال وهما بيجهزوا. يوسف بعصبية: انا لحد دلوقتي مش مطمن خالص يا عمرو، مش عارف ابوك كيف يعني وافق بالجوازة دي. وانت من امتى بتطمن يا يوسف؟ على طول مش مطمن. بجد يا عمرو احساس ان آسر ده مخبي حاجة وراه. الواد ده مش طبيعي ابدا، مش مطمن له، باين عليه انسان غريب جدا. جلال اتكلم: ايوه صح باين عليه.
باين عليه ان هو مش طبيعي. حتى يا جماعة لو روان وافقت انا مش مرتاح للواد ده. سكت يوسف في نفس الدقيقة اللي كانت داخلة عربية في الدار، وفي نفس اللحظة آسر نزل من العربية وهو لابس بدلة سودة، والهيبة بتاعته كالعادة خطفت الأنظار، وكان معاه كريم والسيد. آسر أول ما دخل عينيه فضلت تدور على روان تلقائي. كريم بخبث وهو بيضحك: يا ابني اثبت شوية، الناس هتعرف انك هتموت عليها. اخرس انت يا كريم، مالكش دعوة. شكلك واقع على الآخر المرة دي. ايه يا ابني، اعتزلت الشقاوة ولا ايه؟ خلاص اعتزلتها ومش عاوز ارجع لها تاني، ومهما هددوني مستحيل ارجع للسحر. انا تبت. السيد غمز لكريم من غير ما آسر ياخد باله. آسر كان لسه هيرد، لكن فجأة روان كانت نازلة من على السلم والكل ساكت لحظة من الجمال بتاعها. كان فستانها بسيط ورقيق، عينيها كانت مليانة بالتوتر. آسر فضل باصص ليها وكأنه نسى الدنيا كلها ونسى الناس اللي حواليه. روان اتوترت من نظراته وقالت بخوف: السلام عليكم. وعليكم السلام يا أجمل عروسة في الدنيا. أم تمير فضلت تزغرط: يا نهار أبيض، يا نهار أبيض على العروسة الجميلة اللي هتنور البيت كله. الكل ضحك وكان مبسوط، أما آسر فكان لسه مركز في روان وبس. بعد شوية آسر خد الرفاعي على جنب: عمي في حاجة كده كنت عاوز أقولها لك. خير يا ولدي، ما تقول. آسر بتوتر: يعني يا عمي هو أنا في إيه يا ولدي، ما تقول وتخلص. المأذون جاي معايا بره عشان نكتب الكتاب، بس احنا ما اتفقناش على كده. انا عارف يا عمي، بس انا حبيت اعملها مفاجأة يعني، وفي نفس الوقت فكرت عشان الدراسة بتاعت روان تلحقها واكون معاها هناك في القاهرة بدل ما اكون لوحدها. رفاعي وافق وسكت من غير ما يفكر، بس ما قالهالوش صريحة: لا يا ابني، لا لا لا، انا مش معاك. اسمعني بس يا عمي، فكر. انا هسيب حضرتك تفكر لمدة 5 دقايق. 5 دقايق بحالهم يا عمي، ما تقلقش، روان هتكون في عينيا. رفاعي بعد تفكير بس مش طويل: ماشي يا ابني ماشي. فرح جدا. المأذون بدأ يكتب الكتاب وسط فرح الجميع. رفاعي بص لآسر بجدية: خلي بالك على بنتي يا ولدي. ده في عينيا الاتنين يا عمي. روان قلبها كان بيدق بسرعة، كانت مبسوطة وخايفة في نفس الوقت. ايد آسر لمست ايديها بخوف وحنان، لبسها الدبلة، ارتبكت وبصت ليه وبعدين بصت الناحية التانية بسرعة. كريم همس للسيد: خلاص صاحبنا ضاع. عندك حق يا كريم، ده غرق خلاص. فجأة التليفون بتاع آسر بيرن. شاف الرقم، الملامح بتاعته اتغيرت. آسر قام بسرعة: ثواني وجايلك. لحظة التوتر وبصت باستغراب. آسر خرج بره وبصوت خفيف: قلت لك ما تتصلش بيا النهاردة، يبقى لازم تلحق نفسك، لأن الماضي مستحيل يفضل مدفون. آسر بعصبية: اخرس. لكن الشخص اللي كان بيكلمه قفل السكة برضه في وشه، سند راسه على العربية وهو بياخد نفس بصعوبة. ليه دلوقتي بالذات؟ في الداخل روان كانت واقفة في البلكونة بتبص عليه من بعيد. قلبها بدأ يخاف لأنها أول مرة تشوف عيون آسر موجوعة وخايفة بالشكل ده. في منتصف الليل روان ما كانش جاي لها نوم، كانت قاعدة قدام المراية، لمست الدبلة بتاعتها وبخجل وفضلت تفتكر كلام آسر واهتمامه بيها. فجأة دخل يوسف بخبص: الله الله، ده احنا بقينا نقعد قدام المراية كمان بالساعات. روان اتخضت جدا ورمته بالمخدة: اخص عليك يا يوسف، ما بلاش رخامة امال. روان يا خيتي، انتي مرتاحة؟ روان سكتت: مش عارفة، لما يعني بيكون جنبي بحس بإحساس غريب، بس قلبي أنا بقى مش مطمن يا بنتي. أنا حاسس إن انتي بنتي فعلا مش أختي. أنا بحبك يا روان، بحبك لأنتي أختي الصغيرة وأختنا كلنا، وأنا حاسس إن الواد ده فيه حاجة غريبة، مش عارف ليه بتقولي كده يا يوسف؟ أنا ساعات بحس نفس الإحساس بتاعك، بس بقول إن أنا ما شفتش حاجة منه عفشة يعني. مش عارف، بس يمكن عشان آسر غامض زيادة عن اللزوم. لا، آسر كويس. ابتديت تدافع عنه. اتكسفت ورمت المخدة التانية: ماشي يا خيتي، على العموم ربنا يقدم لك الخير. أما بقى جاد كان واقف قدام واحد من الرجالة بتوع البلد. جاد بقلق
يعني ايه محدش يعرف اصله؟ محدش يعرف اصل آسر ده؟ محدش يعرف قوي يعني. في ناس بتقول عليه غني، وفي ناس بتقول عليه عادي، في ناس بتقول ليه تصرفات غريبة، وفي ناس بتقول ان هو عادي يعني بيروح الجامعة وعايش حياته زي اي حد في سنه ومعاه فلوس بيصرف فيها. جد؟ ليه هو وارث ولا ايه؟ الواد ده الغنى بتاعه فعلا غنى فاحش، داخل علينا بالحنجل والمنجل. حاسس ان انا مش مصدقه وفي نفس الوقت مش عارف اكدبه. كان كريم بيراقب جاد من بعيد. كريم لنفسه شكل اللعبة هتحلو قوي وهتكبر قريب. في المساء آسر كان واقف في الجنينة مستني روان، وأول ما شافها ابتسم، بس ده كان من غصب عنه. روان بتوتر: كنت عاوزني ولا ايه يا آسر؟ أيوة كنت عاوز أشوفك. قلبها بيدق بسرعة. آسر بطل تبصلي البصة دي. أعمل ايه طيب؟ انت كل يوم بتحلوي أكتر من اللي قبليه. انت عارفة أنا حبيت الصعيد وحبيت اللهجة بتاعته كمان، وشها أحمر من الكسوف. انت بتجيب الكلام الحلو ده منين؟ أنا عاوز أفهم. بتعرف تتكلم حلو كده ليه؟ أحلفلك بإيه إن الكلام ده طالع ليكي انتي وبس، ومتهيألي كده عمره ما هيطلع لحد تاني. لحظة صمت عدت ما بينهم، لكن فجأة صوت ضرب نار بيملى المكان. روان صرخت بخوف، وآسر جري بسرعة عليها وحضنها عشان يحميها. آسر بغضب: انزلي تحت، انزلي تحت يا روان. لكن الصدمة كان لما لقى الرصاصة جت من العربية بتاعت آسر بالتحديد. سيد جري عليه وقال: آسر انت كويس؟ آسر كان عمال يبص للعربية وعينيه كلها غضب. مين دول يا آسر؟ مالكيش انت دعوة دلوقتي، الحمد لله جت سليمة، بس الواضح ان هما بدأوا ينفذوا بسرعة قوي. ما تخافيش الحمد لله انت كويسة، وانا برضو الحمد لله كويس. ما تخافيش يا روان انا معاكي. طب هما عايزين يأذوك ليه؟ قلت لك ما تخافيش، ما تخافيش يا حبيبتي. روان اول مرة حست ان آسر مخبي عليها حاجة، وراه عالم مليان بالاسرار والخطر في نفس الوقت. بعد مرور ساعات روان كانت قاعدة في الأوضة بتاعتها، رايحة جاية رايحة جاية، هتموت من الخوف وعاوزة تعرف آسر مخبي عليها ايه وهو راح فين بالظبط. دخل عليها الرفاعي: مالك يا بنتي في ايه؟ اول ما جيتي طلعت على الأوضة بتاعتك بسرعة. لا عادي يا بوي مفيش حاجة. فين آسر؟ يعني ما شفناهوش مش كان معاكي؟ روان كانت خايفة بس قدرت ان هي تخبي الخوف. وصلني يا بوي لحد الباب ومشي. ماشي يا بنتي، تصبح على خير، وانت من اهله يا حبيبي. روان خافت تقول لباباها، احسن مش هيخلي ابدا الجوازة تتم وممكن يطلقها قبل الفرح. اما بقى عند آسر: انت ازاي تيجي لحد عندي؟ ونفترض يا سيدي شافت شكلك دلوقتي، ايه اللي يحصل؟ ايه المجهول؟ انت بدأت تحب روان ولا ايه؟ مش الاتفاق بتاعنا؟ بس انا فاكر كل الاتفاق. وبعدين حب ايه وزفت ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ آسر يحب؟ حب ده كلام فاضي. افهم من كلامك انك مش بتحبها وبتمثل. بالظبط كده، وانت من غبائك هتبوظ كل حاجة. ايوه كده طمنتني. خلاص ماشي، انا عاوز الجوازة بقى اللي انت حاببها قوي كده تتم في اسرع وقت، بس الاتفاق اللي ما بيننا لازم يتنفذ. مش هينفع، ابوها هيشك. انا ما صدقت امبارح ان هو كتب الكتاب. بس لازم تبقى عارف يا آسر لو اتأخرت اكتر من كده كل حاجة هتضيع علينا. ما تخافش انا عارف انا بعمل ايه كويس. في اليوم التالي آسر كان قاعد وبيفكر برضه في روان، وازاي ان هو عايز يوقعها في شباكه اكتر واكتر. سيد دخل عليه: الحق، انا شفت الواد جايد جه لحد هنا وبيسأل عليك، هو عاوز الجوازة تبوظ. آسر ابتسم: تبوظ؟ ده بيحلم، مش هيلحق يعمل حاجة. ليه يا آسر هتقتله؟ لا لا لا، موضوع القتل ده بعيد عني شوية يعني، مش دلوقت، لو زهاني أكتر من كده هتتفرج هيحصل له ايه. بس لازم تيجي معايا في بيت الرفاعي لأنه هحتاجك جدا هناك. سيد بخوف: انت ناوي على ايه يا آسر؟ آسر مردش: اجهز معايا، نص ساعة وكون لابس. خلصت كل حاجة. سابه ومشي. سيد كان واقف مكانه ومش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط. بعد مرور من الوقت في بيت الرفاعي، آسر كان قاعد مع الرفاعي وبيتكلم:
روان سمعت صوت من فوق، ما كانتش مصدقة نفسها. طلعت تجري لتحت عشان تتأكد، وأول ما شافته ما كانتش مصدقة نفسها. آسر، الحمد لله إن أنت جيت. بص ليها بحنين. تعالي يا حبيبتي، هو أنت كنت فين؟ بص باستغراب ورفع حاجبه. اقعدي يا روان، أنا هفهمك كل حاجة. قعدت وكانت عمالة بتفرك في إيديها. آسر ابتدى يحكي. امبارح عمي طلع عليا والرجالة بتوعه، خدوني أنا والسيد. الرفاعي بصدمة وخوف. رجالة مين يا ولدي؟ آسر اتخض. عمي اتفضل، أنا هحكي لك أنت كمان. آسر وقف. أنت سمعت يا عمي؟ الرجالة دولت بتوع جاد وهددوني إن أنا أسيب روان يا إما يقتلوني. واه، يقتلوك إزاي يا ولدي؟ أنا هحكي لك كل حاجة. الرفاعي الدم كان بيغلي في عروقه وقال بجدية. ازاي جاد يتعرض لجوز بنتي؟ انا هعرفه مقامه كويس. وقام وضرب بالعصاية في الارض بكل غضب. آسر قام ومسكه. هو انت رايح فين دلوقتي يا حاج؟ اسمعني بس. رايح اوقفه عند حده واعلمه الادب. ايه ده بس يا حاج، مش عاوزين مشاكل. مشاكل؟ مشاكل ايه يا ولدي؟ ما يصحش اللي هو عمله. لازم يعرف ان انت خلاص بقيت جوز بنتي، لازم يعرف مقامه. طب اهدى بس، عشان كده ما كنتش عاوز اقولك يا حاج، سيبني وانا هتصرف معاه. الرفاعي وهو بيحاول يهدي نفسه. ماشي يا ولدي، هسيبك تتعامل معاه، بس لعلمك انا برضو مش هعديها بالساهل، وجاد هيشوف مني وش عمره ما شافه. روان كانت قاعدة ساكتة جدا، لكن جواها ألف سؤال وسؤال، وبتبص لآسر وقالت. انت متأكد من الكلام اللي انت بتقوله ده يا جاسر؟ بص في عينيها بثبات. متأكد من كل كلمة. لكن بالرغم من ثقته الظاهرية، قلبه كان بيخبط بعنف. وبعدين قال. يا عمي، أنا لازم أتجوز روان في أسرع وقت، علشان مفيش حد يقدر يفرق ما بيننا. رفيع بتفكير. وأنا موافق يا ولدي. خلاص، تتجوزوا على طول. ربنا يخليك يا عمي ويطول لنا في عمرك. الفرح الخميس اللي جاي، نتجوز واخد روان ونمشي. في التوقيت ده جلال كان نازل وسمع ان روان خلاص هتتجوز. الدنيا اسودت في وشه، وقال لنفسه انا لازم اتصرف في اسرع وقت. يوسف كان واقف بعيد ومش مقتنع بكلام آسر. جاد ممكن يعمل مشاكل بالشكل الفظيع ده في المساء وعند روان كانت قاعدة في أوضتها، لكن قلبها كان مشغول بكلام آسر وتصرفاته الغريبة. فجأة التليفون بيرن. روان باستغراب. رقم غريب. ايه ده في الساعة دي؟ يا ترى مين اللي بيرن عليا؟ الو. صوت مجهول رد عليها. لو عاوزة تعرفي الحقيقة، اسألي جوزك ليه مصر ان هو يتجوزك بالشكل ده. روان بصدمة. مين انت وعاوز ايه؟ لكن الخط اتقفل. روان فضلت باصة للتليفون وقلبها بيدق بعنف. عند آسر. سيد بقلق. أنا مش مرتاح يا آسر. ليه يا سيد؟ لأن الكذب مستحيل هيفضل مستخبي. سكت ثواني. أنا لازم أكمل الآخر حتى لو خسرت روان. اتجمد مكانه اللحظة لكن مردش. وفي نفس اللحظة شخص مجهول كان واقف في مكان مظلم، كان ماسك صورة قديمة. المجهول بابتسامة غامضة. قرب الوقت قوي يا آسر، وقرب كل حاجة، والسر هيظهر، وهحرق الصورة دي في النار. مرت الأيام بسرعة وجه يوم الفرح المنتظر. بيت الرفاعي كان مليان بالفرحة والزغاريد، الكل مشغول بالتجهيزات الأخيرة. أم سعيد بدموع. يا عيني عليكي، عليكي يا بنتي، كبرتي وبقيتي عروسة. حضنتها وطبطبت عليها روان. ما تعيطيش يا أمي بالله عليكي. ضحكت وسط دموعها. أمك يا بنتي؟ أيوة طبعا أمي، انتي اللي ربتيني. ولا ايه يا ام سمير؟ مش هقولك تاني يا ام سمير، هقولك يا أمي. وانتي يا بنتي والله بنتي اللي ما خلفتها. وفي الخارج كان آسر واقف وسط المعازيم، لكن عينيه كانت بتدور على روان في كل مكان. كريم بخبز. شكلك مستني العروسة أكتر من أي حد. وانت مالك انت؟ سيبني في حالي دلوقتي. وبعد ساعات روان كانت لابسة فستان أبيض والكل منبهر بجمالها. أما آسر فكان عمال يبص ليها بصة حب، ونسي كل الناس اللي حواليه. روان كانت بتبص بخجل. آسر همس ليها. انتي جميلة أكتر ما كنت أتخيل. احمر وشها من كتر الكسوف. وبعد انتهاء الفرح جه وقت الوداع. أم سمير حضنتها روان وهي بتبكي. رفاعي حط ايديه على راس بنته. خلي بالك، خلي بالك من بنتي، خلي بالك على نفسك يا بنتي. حاضر يابا. آسر بثبات.
ما تخافش عليها يا عمي، روان في عينيا الاتنين. وبعد وقت ركبت روان العربية اللي كانت مخصوصة ليهم. روان وهي ماسكة دراع آسر بخوف. أنا خايفة. طول ما أنا معاكي ما تخافيش. وبعدين انت خايفة من ايه؟ روان حاولت ان هي تهدي نفسها تدريجيا، لكن فجأة وأثناء الرحلة وصلت رسالة لهاتف آسر. فتح الرسالة وفجأة اختفت الابتسامة من وجهه. الرسالة كان مكتوب فيها: اوعى تتأخر عن الميعاد المتفق عليه، وافتكر كويس لو رجعت في كلامك هيكون قصادها حياتك. روان لاحظت تغييره وقالت بقلق: مالك يا آسر؟ لا 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 مفيش حاجة، اطمني يا حبيبتي. وبعد مرور وقت عند جاد كان قاعد وسط الأرض الزراعية في الضلمة وهو مش مصدق نفسه. معقول خلاص روان ما بقتش ليه؟ طب ازاي حب عمره يروح منه كده بالساهل؟ يوسف حط ايده على كتفه وطبطب عليه. انا عارف انك بتحبها وبتحبها جوي كمان، بس لازم تبقى عارف ان كل شيء اسمه نصيب. جاد دموعه نزلت من عينيه غصب عنه. مش مصدق يا بوي. خلاص مش ليا خلاص. وهما بيتكلموا تليفون جاد رن برسالة. جاد مهتمش بالرسالة وكمل كلامه مع يوسف، لكن قطع كلامه رن التليفون مرة تانية. ما تشوف مين يا ولدي؟ في ايه؟ يمكن حد محتاجك ضروري. مش عاوز اكلم حد يا بوي، مش عاوز اكلم حد نهائي. لكن التليفون ما كانش مبطل رن. يوسف: يا ابني ما تشوف، شوف ايه؟ لحسن يكون في حد تعبان ولا حاجة. حاضر. ايوه يا حامد. مالك يا ابني؟ عمال ارن عليك ما بتردش ليه؟ تعبان يا حامد؟ عاوز حاجة؟ ايوه يا سيدي عاوز. تعال بسرعة، في موضوع ضروري بخصوص روان، مش هينفع اكلمك في التليفون. طب انا جاي لك حالا. في حاجة ولا ايه يا ولدي؟ لا مفيش يا ابوي، انا هشوفه بس، عن اذنك. وبعد مرور دقايق كان جاد وصل عند حامد. جاد: في ايه؟ مالك ومال روان؟ موضوع ايه اللي يخصها؟ اسمع التسجيل ده كويس. ابتدى يسمع التسجيل وكان محتواه: ايوه يا كريم، انا هروح المكان اللي احنا اتفقنا عليه، لازم نخلص كل حاجة ليلة قبل ما القمر يمشي. كريم رد عليه في الرسالة: انا قلت ان انت خلاص حبيت روان وهترجع اللي في دماغك ده. ارجع ايه بس؟ انت عاوزني اسيب الكنز والمقبرة دي كلها عشان خاطر روان؟ يبقى انت غلطان قوي. جاد ما كانش مصدق نفسه. ايه ده؟ يعني ايه؟ خد روان فدية عشان يفتح المقبرة بتاعته؟ الراجل ده كنتش مطمن له ابدا، كنت عارف انه هو ساحر ولا في حاجة. انا لازم اتحرك للمكان اللي بيقول عليه. انت لازم تبلغ ابوها واخواتها كمان، كل حاجة ما تخطرش بحياتك، فهمني ولا ايه؟ حاضر يا حامد. بس ابوها لو عرف ده راجل كبير ممكن يروح فيها، وانت عارف روان بالنسبة له ايه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هتحرك لوحدي وانت روح بلغ الشرطة. حامد بخوف: لا يا جاد بس مفيش وقت، زي ما بقول لك ده، يلا روح. وبعد مرور ساعات روان بصت حواليها في العربية باستغراب. احنا فين؟ مش قلت ان احنا هنروح على الشقة؟ احنا رايحين فين؟ ده مش طريق الشقة خالص. انت خايفة من ايه يا روان؟ ما تخافيش، مشوار كده في السريع هنروحه وبعدين هنروح على الشقة بتاعتنا. وكل شوية كانت بتسأله لكن في الآخر ما ردش عليها. بعد مرور الوقت العربية وقفت قدام مكان مهجور وسط جبال. روان بخوف: احنا فين؟ ايه السواد اللي حوالينا؟ آسر رد عليا. نزل آسر من العربية وهو متوتر بشكل غريب، وفجأة خرج عدد من الرجالة ما بين الأشجار. روان اترجعت بخوف لورا. مين دول يا آسر؟ مين دول؟ المجهول اتكلم: أخيرا وصلتي، الحمد لله على سلامتك يا شيخة، ما تعرفيش احنا مستنيينك بقالنا قد ايه. روان بصت لآسر بصدمة: آسر مين دول؟ أنا خايفة يا آسر. آسر نزل راسه وما قدرش يرد عليها ولا حتى يبص لها. الدموع بدأت تتجمع في عينيها. رد عليا، مين دول؟ ضحك المجهول: جوزك المحترم هو اللي جابك لحد هنا؟ معقولة ما قالكيش؟ عيب عليه، غلطان جوي كمان. انا هقولك الحقيقة كلها، بس بصراحة انت مجرد كنز لينا، وآسر ما حبكيش ولا حاجة، دي كانت تمثيلية عشان يقدر يجيبك لحد هنا. انا من الصعيد وعارف ان المقبرة مش هتتفتح غير لازم نفدي حد، وبصراحة ما لقيتش احسن منك.
روان بدموع: ليه عملت كده يا ياسر؟ ده انا حبيتك، انا اتغيرت علشانك. عينيه كانت مليانة بالندم. سامحيني. وقبل ما يكمل كلامه المجهول ضرب طلقة على روان. آسر شافها، جه ناحية روان وفي ثانية زق روان بعيد، والرصاصة استقرت في صدر آسر. روان صرخت: آسر! جاد ويوسف وحامد جري عليهم بسرعة. آسر وقع في الأرض والدم نزل من صدره. روان وهي بتمسك ايده: لا لا مستحيل. آسر ابتسم ابتسامة ضعيفة: مرة في حياتي أحب بجد. أنا فعلا حبيتك يا روان، ما كدبتش عليكي، بس الناس دي كانت أكبر مني ومنك. سامحيني يا روان. روان بانهيار: ما تتكلمش كتير، هتكون كويس، هتقوم. آسر بصعوبة: كنت فاكر في الأول إني هستخدمك، لكن في الآخر أنت غيرتيني، غيرتي حياتي كلها، خلتيني أتقرب من ربنا، خلتيني أصلي، أعمل حاجات عمري في حياتي ما عملتها. كنت مستعدة أضحي بحياتي عشانك، عشانك انتي. آسر ما تتكلمش، ما تتكلمش كتير، هكون كويس، ما تقلقش. نظر ليها النظرة الأخيرة: بحبك يا روان، وبتمنى إنك تسامحيني. خلي بالك منها يا جاد، أنا عارف إنك بتحبها. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وغمض عينيه للأبد. روان انهارت من البكاء، أما جاد فكان واقف يبص على المشهد بحزن. روان: قوم يا آسر، بالله عليك قوم، قوم يا آسر. لكن آسر كان ساكت تماما. جاد قرب منها بحزن: لازم نمشي من هنا، يلا قوم يا روان. لا يا جاد، مش هسيبه، مش هسيبه. في نفس اللحظة بدأت الأرض تهز بقوة. يوسف بخوف: المكان هيقع فوق دماغنا. المجهول كان بيبص للمقبرة بصدمة: مستحيل، مستحيل يحصل كل ده. جاد مسك ايد روان بالعافية وسحبها بعيد. فجأة انهار جزء كبير جدا من المدخن، واندفن المجهول تحت الصخرة وهو عمال بيصرخ. يوسف بص للمشهد بذهول. دي النهاية، كان لازم ياخد جزاؤه. وبعد وقت طويل وصلوا مكان آمن. روان كانت قاعدة ساكتة وعينيها ثابتة في الأرض، ما بتتكلمش ولا حتى بتبكي. كانت فاقدة الإحساس بكل معنيه. يوسف بحزن: روان، روان يا خيتي. لكن ما كانتش بترد. جات بص ليها: اللي حصل ما كانش ذنبك. رفعت عينيها ليه وقالت بصوت مكسور: انا في اللحظه دي كنت هكرهه لانه خدعني، لكن اول ما وقف قدامي وضحى بنفسه عرفت قد ايه ان هو بيحبني. وساعتها انفجرت من البكاء. بيحبك ازاي بس وهو خادك بين ايديكي لحد هناك؟ بص يا روان، خلاص، اللي حصل حصل. اذا كان بيحبك ولا تاب فعلا، هو راح لربنا وربنا يتوب عليه زي ما هو قالك. مر اسبوع. روان رجعت بيت الرفاعي. ام سمير كانت بتحاول ان هي تواسيها، اما الرفاعي فكان حزين جدا. وفي يوم روان دخلت اوضتها، ولما فتحت الشنطه اللي كانت معاها وقعت ورقه صغيره في الارض. ايه ده؟ ايه الورقه دي؟ اتصدمت. كانت رساله بخط آسر وهو بيقول فيها: أنا أستاهل كرهك وأستاهل عقابك، لكن في حاجات لازم تعرفيها. أنا دخلت حياتك في البداية لهدف قذر، لكن حبيتك، ما كانش تمثيل. وأقر واعترف إن أنت غيرت حياتي كلها. سامحيني، سامحيني لو تقدري. آسر. روان كانت بتقرأ الرسالة ودموعها نازلة. همست بألم: ليه عملت كده؟ ليه؟ مرت الأيام وروان بدأت إن هي تكمل دراستها من جديد، وسافرت القاهرة، وكانت حذرة جدا في التعامل مع الناس. مرت سنة واتنين وتلاتة وهي في سنة الامتياز دلوقتي. في يوم كانت راجعة البيت، باباها قابلها: تعالي يا بنتي، الحمد لله، ربنا ما بيحبش أبدا إن هو يأذيكي بسبب دعاية ليكي. بصي يا بنتي، جاد بيحبك وعاوز يتجوزك. بصيت له بحب: خلاص يا بوي، اعمل اللي انت عاوزه. انا عرفت ان جاد فعلا بيحبني بعد اللي عمله معانا، وبعد كمان ما سبته ورحت اتجوزت غيره. هو فضل معايا لحد اخر لحظة. انا متوكدة ان هو ده اللي هيحافظ عليا. يعني ايه يا بنتي؟ اقول له ان انتي موافقة؟ ايوه يا بوي، قولي ان انا موافقة وخلاص. هخلص بعد شهرين، ولو عاوز نتجوز خلاص نتجوز، وهفتح عيادة في بيته او هنا. هشرفك يا بوي، هشرف اهل البلد. ربنا يخليك يا بنتي. وفعلا جه
واعترف لروان بحبه، وهي كانت مبسوطة جدا. وفعلا واحدة واحدة نسيت آسر، والحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل لها بدأت تتحسن، والنفسية بتاعتها اتغيرت تماما، واتجوزت جاد وفتحت العيادة اللي هي كانت بتحلم بيها. وجاد كان كل يوم يبص لها الصبح مش مصدق إن حب حياته بقت ليه، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما يريد شيء يقول كن فيكون. وفعلا روان أصبحت من نصيب جاد. وبكده خلصت الحلقة بتاعتنا. يا رب تكون عجبكم. تابعوني باللايك والاشتراك، وان تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا سلام.